قبل ما ابدا المسلسل حابب اقول لك اني جمعت لك اجزاء المسلسل بالكامل علشان تستمتع بيه. والان اربط الاحزمه واستعد للمسلسل. وبيبدا المسلسل بهايجين اللي بتكون ماسكه ازازه مشبره وبيكون جنبها واحد متشرد ما بتلاقيش حد حواليها غيره، فبتفضفض معاه وبتقول له الدنيا دي وحشه قوي يا عم صامبو. تخيل الواد اللي حبيته وقلت عليه ده ظهر وسند سابني بعد ما استلفت له فلوس من طوب الارض، سابني بديوني وهرب ابن الهرمه. الدنيا كلها سودة في وشي وكل ما اقول بكره تحلى تاني يوم تصبح كحلة. انا نفسي انام يا عم صامبو وما اقومش تاني. انت فاهمني؟ والله شكلك ما فاهم حاجة. خد اشرب، ما حدش واخد منها حاجة. بيقول لها حياتك دي انت اللي اخترتيها، ولو عايزة تغيري حياتك لازم تموتي وترجعي للحياة تاني. في الوقت ده في طفل بيقع في المية، بتبص عليه وبتكون عايزة تروح تنقذه ولكن بتتردد. بتقول بينها وبين نفسها اصبري يا بنتي وبلاش هبل، دلوقتي هيجي حد وينقذه. علشان حد يجي وينقذه مفيش. بتقول يا بلد ما فيها راجل، وهوب بتنط في المية. بتخرج الطفل ومره واحده بتحس ان في حاجه بتشدها لتحت. وهنا بيظهر معانا الامير العاشر اللي بيكون اسمه وانج، والامير ال14 والامير الثالث والامير ال13 والامير الثامن والامير السابع. في الوقت ده الامير ال14 بينزل يبلبط شويه ومره واحده هاسو بتخرج له من الميه وبتقول ايه ده؟ معقول انا لسه عايشه؟ ايه المكان ده؟ هو انا فين؟ في الوقت ده الامير بيتخض ويصرخ وهي كمان بتصرخ. في الوقت ده الخدمه بتنده لها بصوت واطي وبتقول لها انجري تعالي. بتروح لها وهي مش فاهمه اي حاجه. بتقول لها هو انت مين يا ست انت؟ بتقول لها انا الخدامه بتاعتك يا ست الناس. وبعدين انت ايه اللي وداكي عند القمر وهم بيستحموا؟ طالما القمر في الميه ما ينفعش حد يروح هناك. بتقول لها قمرة مين؟ ممكن بس تفهميني ايه اللي بيحصل؟ ممكن تقولي لي انا فين بالظبط؟ بتقول لها انت في اكبر مسبح في سنجاك. بتقول في بالها سنجاك مين؟ لا اكيد انا موت ودي الاخره. بيغمن عليها. بتفوق وبيكون جنبها الخدامه ومرات الامير الثامن. بتقول لها ياه واخيرا فقتي، خضتينا عليك يا هاسو. بتقول لها هاسو مين الله يهديكم؟ والله قصدك يعني علشان موت يبقى اسمي في الاخره هاسو. الخدامه بتقول لها انت ما متيش، انت لسه عايشه وزي الفل اهو. فبتطلع تجري لبره، بتنصدم من العالم اللي حواليها. ومرات الامير بتقول للخدامه اجري هاتي لها دكتور بسرعه، دي حالتها صعبه قوي. هاسو بتروح لها وبتقول لها والنبي فهميني، قولي لي ايه المكان ده بالظبط؟ هو انا ابقى مين بالظبط؟ بتقول لها يعني انت مش فاكره اي حاجه؟ انت يا حبيبتي اسمك هاسو وانا بنت عمك ومرات الامير الثامن، واللي احنا فيها دي منطقه جوريو واللي اسسها الملك ماجستي، هو اللي لقى الارض اللي المدينه مبنيه عليها دي. بتنصدم لان ماجستي ده يا صديقي هو الشحات اللي كانت بتحكي له عن معاناتها قبل ما تنزل الميه. وفعلا ماجستي بيكون هو الملك، او بيكون عامل اجتماع مع الرجاله علشان يوريهم العصفور اللي قتله علشان نحاول بس يبص له على اكله. وهاسو الكل بيتعامل معاها على اساس انها فقد الذاكره. وهنا بيظهر الامير الرابع، ولد عنيف مشاغب متوحش شرس يا صديقي. بيرجع تاني بعد غياب سنتين على المدينه يا صديقي. بيدخل القصر، قائد الجيش بيقول له هو جلالتك هترجع امتى لمنطقه سانجو؟ بيبص له بغضب وبيروح يقتل الحصان علشان يفهمهم ان هو مش هيرجع تاني. انا نفسي اعرف ذنبه ايه الحصان بس. المهم بيروح للملكه امه، ست الحبايب يا حبيبه يما. بيبعت لها الخدمه بتقول لها مولاتي اونج مستني حضرتك بره. بتقول لها اونج مين؟ امشي يا بت من هنا بالعرا، اجري قولي له نايمه. الخدامه بتطلع تبلغه. في الوقت ده بيفتكر اللي حصل له وهو صغير يا صديقي لما امه عرفت ان ابوه هيتجوز، فبتقول له لو اتجوزت عليا هقتل ابننا علشان اي حاجه ما بيننا تموت، ما تدخليش الواد في اللي ما بيننا. هو بيروح علشان ياخد السكين من ايديها ما بيقدرش عليها، فامه بتعوره، بيتعور في عينه، بيكون الجرح كبير ولكن ما بيموتش يا صديقي. ومن ساعتها الناس بتقول عليه شؤم وملعون، فبتتبناه ست من قريه سانجو. بنرجع تاني للحاضر وهاسو بتكون قاعده مع روحها وهتتجنن. هو بتقول طب اللي حصل ده حصل ازاي؟ اكيد الاميره اللي بيندهولي باسمها غرقت وانا خدت جسمها. عموما اللي حصل حصل. وبعدين يا بت هو انا كنت بحلم اكون بدل الخدامه؟ انا لازم استغل الفرصه دي واتعامل على اساس ان الاميره. في الوقت ده العراف بيبعت للامير الرابع وفعلا بيروح له، بيقول له عايز ايه؟ بيقول له في الحقيقه مش انا اللي عايز، اللي عايزك ولي العهد. بيقول له فين هو ولي العهد؟ بيخش عليهم ولي العهد وبيقول له انا عايزك تحضر مكاني حفل طرد الارواح الشريره. بيقول له ايه المقابل؟ بيقول له اللي انت عايزه، انت تؤمر واحنا ننفذ. بيقول له انا عايز افضل هنا وما ارجعش مدينه سانجو تاني. بيقول له وانا موافق. وهاسو بتتاقلم على عيشه وكمان بتطبخ لهم ملوخيه بالخنافس. ومره واحده بيحصل هرج ومرج وفرج في المكان، فبتجري تشوف ايه اللي بيحصل. الناس كلها بتبدا تخبط في بعضها وتجري لما بيشوفوا الوحش العنيف وونج، واحد من اللي بيجروا بيخبط هاسو وبتكون خلاص هتقع في الميه، ولكن بيجي وونج جاري عليها وبياخدها فوق الحصان في حضنه. بيبص في عينيها وهي كمان بتبص في عينيه، ومره واحده بيرميها على الارض وبيقول لها هو انت تصدقي نفسك؟ اجري يا بت من هنا. وبيسيبها ويمشي. بعدها بيروح لامه، بيخش عليها على طول، بيلاقيها قاعده مع اخوه الصغير واخوه الامير الاكبر. بيسلم عليها بكل احترام وحب، ولكن هي ما عندهاش ب2 جنيه سلكان. تقول له
نورت حبيبي، بس مفيش داعي انك تقعد اكتر من كده، ارجع مدينه سانجو تاني. بيقول لها بعد غياب سنتين عايزاني ارجع بالسرعه دي؟ بتقول له يا حبيبي ما تفهمنيش غلط، انا قصدي علشان الست اللي ربتك ما تقلقش عليه. بيكون لسه هيتكلم معاها، بتتجاهله وبتهزر مع الامير الصغير. في الوقت ده بيحس بالتفرقه في المعامله وبيكون في منتهى الحزن، بيسيبها ويمشي. والخدم بيحضروا له الحمام، وهاسو بتكون لسه قاعده مع روحها وبتقول طالما انا لسه عايشه ممكن ارجع لحياتي تاني عن طريق الترعه اللي جيت منها. وفعلا بتنزل الميه ووانج بيقلع هدومه والقناع، وبينزل كمان هو الميه. بيبص على شكله في الميه وبيكون في منتهى الحزن بسبب عينه، ومره واحده بتطلع له هاسو من الميه، بينصدم وهي بتنصدم. في الوقت ده بيداري عينه بسرعه وبيقول لها انت شفت العلامه اللي في وشي؟ انطقي والا هقتلك. بتقول له ابوس ايدك ما تقتلنيش. بيقول لها هنسي اللي شفتيه والا هعمل لك نفس العلامه في عينيك الاتنين. بتسيبه وتمشي، وكل اللي في القصر بيكونوا قلقانين عليها وبيقولوا لها هو انت كنت فين يا بنتي؟ قلقتينا عليكي. بتقول لهم مفيش، انا كنت باخد دش بس. بتخش مع الخدامه بتقول لها هو انت ليه يا ست بتعملي مشاكل كتير؟ اوعي تكوني شفتي الامير الرابع في الحمام. بتقول لها لا انا ما شفتوش. بتقول لها بصي اتفرجي على رجاله القريه كلهم ولكن اياكي والامير الرابع. بتقول لها اشمعنى يعني؟ بتقول لها لانه ليه عيلتين، اهله الحقيقيين اللي هم هنا والعيله اللي اتبنته في سانجو، وغير كده الكل بيخاف منه وبيهابه لانه وحش عنيف. بيقولوا ان قتل كل الديابه اللي في قريه سانجو وبيقتل اي بني ادم بدم بارد، وخصوصا الناس اللي شافت العلامه اللي في عينه. بتنصدم وتقول يلا ما هي خربانه خربانه. في الوقت ده الكل بيستعد لحفله طرد الارواح الشريره، والحفله دي يا صديقي الهدف منها طرد الارواح الشريره في 12 من الشهر القمري. الملكه بتقول قدام البنات كلهم اياكم واحده تتجرأ وتبقى احلى مني، ولو اني واثقه يعني ان مفيش واحده فيكم احلى مني، وانا كمختار مصدق. تحس كده يا صديقي انها مركبه قرون خروف او رافعه استشوار خلفي. المهم الحفله بتكون تنكريه وكل واحد بيلبس القناع اللي ريحه. المهم الحفله بتبدا، وطبعا الامير الرابع بيكون واخد مكان ولي العهد اللي حياته معرضه للخطر، وهم بيرقصوا ويحتفلوا. في خونه بيخشوا الحفله وبيهجموا على ولي العهد، ولكن ما بيكونوش عارفين ان مش ده ولي العهد، ده الامير الرابع. بيخش عليهم وبيبدا يشرح فيهم واحد ورا التاني، بيكونوا كتير عليه وبيعوروه. تفتكر انه هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله، بيرفهم كلهم لفه جاتوه، بيوقعهم على الارض كلهم بضربه واحده، وانا كمختار مصدق. بيقتل نصهم والنص التاني بيعورهم وبيهربوا منه. في الوقت ده الملك بيقول للامير الرابع ارفع القناع. بيرفع القناع، الملك بينصدم وبيقول امال فين ولي العهد؟ ولي العهد بيقول له انا موجود. الامير الرابع ما بيهتمش بيهم وبيخرج علشان يخلص على العصابه اللي هجمت عليهم. في الوقت ده هاسو بتشوفه وهو خارج بقى بتروح وراه، وفعلا بيفضل يجري وراهم لحد ما بيحصلهم. بينزل طحن صحن فحم شحم فيهم، ما بيفضلش غير واحد بس عايش. في الوقت ده بتوصل له هاسو ولكن البلطجي بيمسكها، بيشاور له انه هيقتلها من غير كلام. بيقول له قصدك يعني هتقتلها؟ طيب هتقتلها ولا اقتلها انا؟ هات من الاخر وقول لي مين اللي بعتك. فالبلطجي بيعورها، الامير بيتخض عليها. في الوقت ده هاسو بتعض ايد البلطجي وبتفلت من ايده، ومره واحده بيلاقوا سكينه اترشقت في دماغه. بيكون الامير الثامن اللي قتله. الامير الرابع بيمسكها وبيقول لها انت السبب، ايه اللي جابك ورايا؟ قبل ما تيجي كان خلاص هيتكلم، اكيد انت ليكي يد في اللي حصل. الامير الثامن بيقول له ابعد عنها، مالكش دعوه بيها، هاسو قريب هتبقى مراتي. بيلفها لفه جاتوه وبيقول له بس انا لازم اقتلها. بيقول له تقتل مين؟ اهدى، كل حراس القصر محاصرين المكان وهيمسكوا الباقي من المجرمين، ساعتها هتصدق ان هاسو ملهاش دعوه. بيقول له هي ايه اللي جابها هنا؟ بتقول له انا كنت تايهه وبعدين انا شفت رجاله هناك لابسين نفس لبس الرجاله دول. الامير الرابع بيروح هناك ولكن ما بيلاقيش حد. بيقول لها هم فين؟ بتقول له كانوا موجودين هنا. بيقول لها هم راحوا فين يعني؟ بيبص على الارض بيلاقي اثارهم موجوده. بيفكر بينه وبين نفسه وبيقول اكيد قائدهم هو اللي قتلهم وخبى جثثهم علشان ما نمسكش حد منهم ويعترف عليه. الامير الثامن بيقول له هنعرف كل حاجه بس تعالى معايا نداوي جرحك. بيتضايق وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده الامير الاكبر اللي هو اخو الامير الرابع بيروح لامه الملكه وبيقول لها شفت اللي حصل؟ ولي العهد خلى اخويا ياخد مكانه في الحفله، وللاسف ياما خطتنا فشلت. الظاهر ان الناس اللي اتبنوا اخويا دربوه على فنون القتال كويس واصبح وحش عنيف. بتقول له دي تبقى مصيبه لو عرفوا ان احنا اللي بنخطط لقتل ولي العهد. بيقول لها ما تقلقيش انا خلصت على الرجاله اللي احنا جايبينهم وقريب جدا هقتل ولي العهد وهاخد مكانه. في الوقت ده الامير الرابع بيروح بيت ولي العهد بيلاقي مراته موجوده لوحدها بتطهر له الجرح وبتقول له الف سلامه عليك اخويا، ان شاء الله جوزي اللي ملهوش اي 30 لازمه. وبتكون عايزاه يداوي جرحها ولكن بيوقفها عند حدها. بيقول لها واحنا صغيرين كنت متاكد انك هتفضلي زي ما انتي، هتفضلي محترمه وبنت ناس متعلمه، انت معلمه. بيسيبها ويمشي. بيروح لهاسو بتقول له هو انت عايز ايه؟ انا قلت لك كل حاجه وكلهم اتقتلوا غدر من ظهرهم واللي قتلهم واحد منهم كان لابس جاكيت فارو
والظاهر انه كان جايبه من المحامين. في الوقت ده الامير الرابع والامير الثامن بيعرفوا ان اللي ورا اللي حصل هو الامير الاكبر اخوهم، وبيقولوا لها اسمعي انت تنسي كل اللي حصل كانك ما شفتيش اي حاجه، واياكي تفتحي بقك بكلمه والا هيقتلوكي. بتقوله طيب ممكن امشي؟ الامير الرابع بيقول لها لا انا مش عايز اشوف وشك تاني. في الوقت ده بتعيط وبتقول له هو انا عملت ايه وايه ذنبي علشان عايز اعيش يحصل معايا كل ده؟ بيسيبها ويمشي وبيروح للملك بيقول له عامل ايه العلام دلوقتي؟ مش اللي في عينيك اللي في دراعك. بيقول له كويس الجرح سطحي، انا جاي لك علشان اقول لك مش عايز امشي غير لما اجيب الكلاب اللي هجموا علينا يوم الحفله. بيقول له مفيش مشاكل خليه، حضر الفطور يا وهيبه. في الوقت ده الامراء كلهم بيتجمعوا مع الامير الاكبر، الكل بيفضل يشكر في الامير الرابع، كل واحد فيهم ماسك التاني وبيقول له شفت يلا لما شقلط المجرم على الارض؟ والتاني يقول له لا ده مستحيل يكون بني ادم، ده وحش عنيف. والامير الاكبر بيكون قاعد بغل منه وبيقول لهم ما تتكلموش عنه بالطريقه دي علشان ما يشوفش نفسه علينا. في الوقت ده الامير الرابع وولي العهد بيروحوا يشوفوا جثث المجرمين وبيفتحوا بقه كل واحد فيهم وبيكتشفوا انهم ما بيغسلوش اسنانهم يا صديقي، بهزر معاك يا صديقي. بيكتشفوا ان لسانهم مقطوع. العراف بيقول لهم الرجاله دول لسانهم مقطوع قبل ما يتقتلوا، ودول في الغالب رهبان مطرودين من رحمه الاله، لان الراهب لما بيرتكب ذنوب بيطرد من رحمه الاله وبيتحكم عليهم بقطع لسانهم علشان تاني بره يغسلوا اسنانهم. المهم الرهبان بعد طردهم من الرحمه الالهيه بيتحولوا المجرمين، والناس بيستأجرهم للاعمال الشرانيه. وبالنسبه لدخولهم القصر فده كان عن طريق شخص خاين جوه القصر. في الوقت ده الامير الرابع بيتاكد 100% ان اخوه الامير الاكبر هو اللي كان ورا اللي حصل. بيروح لاخوه القصر وبيقول له امي ليها ايد في اللي حصل. بيقول له ما اسمحلكش تتكلم عن امي بالشكل ده، اسمع لا انا ولا امي لينا يد في اللي حصل. بيقول له انت ما تهمنيش وانا هعرف ان كان امي ليها يد في اللي حصل ولا لا. هو بيسيبه ويمشي، بيقعد مع نفسه شويه هو بيفضل يفكر، وبعدين بيقرر يروح منطقه الرهبان المطرودين من رحمه الاله علشان يعرف ايه قصه الرهبان دول. وفعلا بيوصل هناك وبيطلع عليه اول واحد منهم، بيخلص عليه. في الوقت ده الباقي منهم بيتلم حواليه، بيقول لهم هو مين قائدكم؟ ما حدش بيرد عليه. بيقول لهم هو انتوا بجد ما بتتكلموش؟ ولا واكلين سد الحنك؟ ما حدش بيرد عليه. فبيبدا يشرح فيهم، بيكونوا كتير جدا عليه. تفتكر انه مش هيقدر عليهم يا صديقي؟ لا والله الواد بيطير في الجو وعامل لي فيها خفاش. وبعد ما كان لسانهم بس اللي مقطوع بيقطع لكل واحد فيهم قطع شكل. وولي العهد بيكون في طريقه للامير الرابع علشان يساعده. الامير الرابع بيكون قايم بيهم لوحده ولا احسنها نقاش، بيخلص عليهم كلهم. في الوقت ده بيخرج قائدهم بيقول له هو انت المسؤول عنهم؟ بيقول له لا ولكن انا اللي عاقبتهم وقطعت لسانهم. وبعدين مين اللي بعتك وسمح لك تخش ارضنا؟ بيقول له طيب اسمع انا واخد تعليمات ان راعي المطرودين دول. بيقول له انت بتقول الكلام اللي يخليني اقتلك حالا. بيقول له الملكه امك تعرف ان انت جاي هنا؟ بيقول له مالكش دعوه، واشمعنى انت من وسط المطرودين اللي فيك لسان وبتتكلم؟ بيرفع عليه السيف وبيقول له انت عشت علشان الملكه وهو هتموت علشان الملكه، وبيديله القضيه في الحته الفاضيه. في الوقت ده بيوصل ولي العهد، هو وصل متاخر شويه اصلي وهو في الطريق يا صديقي بردة كاوتش الحصان ريحت. المهم الامير الرابع بيولع في المكان كله بالجثث اللي فيه، الظاهر انه بيحب المشويات. بياخد بعضه ويرجع القصر وهو بيكون في منتهى الغضب. بيخش على ام اوضتها بتصحى مفزوعه وبتقول له هو انت مين؟ بيقول لها انا يا امي. ناو ليتس جو. امه بتقول له انت ازاي تتجرأ وتدخل عليا؟ بيضحك وبتشوف السيف بتاعه كله دم. بتقول له انت عايز ايه؟ بيقول لها انت عارفه علشانك عملت ايه؟ انا محيت كل اثر يدل انك السبب في الهجوم اللي حصل. بتقول له انت بتتكلم عن ايه؟ بيقول لها عن اغتيال ولي العهد يا امي. بتقول له هو انت فاكرني هقوم اسقف لك؟ بيقول لها انا عملت ده كله علشانك يا امي. بتقول له انت حيوان ريحتك كلها دم، امشي ومش عايز اشوف وشك تاني، انت عار. بيقول لها عندك حق انا عار، ولكن انا مش همشي من هنا وهتشوفيني ليل نهار. بتقول له مش هتعرف تقعد لانك مطرود من المدينه، ولو عملت اي حاجه زي دي تاني مش هتخش المدينه مدى الحياه. بيسيبها ويمشي وبيكسر اي حاجه قدامه وبيكون في منتهى الحزن. في الوقت ده هسه بتشوفه فبتجري عليه، بتقول له اهدى في ايه؟ بيبعدها. في الوقت ده بتبص على ايديها وبتقول ايه ده؟ كاتشب؟ بيقول لها ايوه دم اللي قتلتهم النهارده، خليكي بعيد عني ولا عايزه تموتي زيهم. بتقول له استنى بس انت متعور في غير التعويره دي؟ فبيمسك رقبتها وبيقول لها ابعدي عني، انا شخص مش كويس، انا مجرم قتال قتله. بتقول له انا متاكده ان قتلك ليهم ما كانش متعه، انت خرجت على الدنيا لقيت السيف في ايدك فاضطريت تكون شرس علشان تعيش في الدنيا. بتسيبه وتمشي وبيكون في حاله لا يحسد عليها. تاني يوم الملك بيستدعي الامراء، بيقولوا له احنا دورنا على المجرمين اللي هجموا علينا يوم الحفله ولكن ما لقيناش اي دليل، وللاسف الشخص اللي كان مأجرهم قتلهم كلهم علشان ما نعرفش نوصل. ولي العهد بيقول انا رحت هناك وشفت المعبد بتاعهم محروق بالكامل، والمعبد ده ملك الملكه يو. الامير الرابع بيقول
وفعلا المعبد ده بتاع الملكة يو. الكل بينصدم، بتقول له يعني انت قصدك انا اللي ورا اغتيال ولي العهد؟ بيقول لها اي حد هيفكر كده. الملك بيقول لها انت اللي خططت لقتل ولي العهد؟ تقول له لا ده ما حصلش. الامير الاكبر بيقول انا المسؤول عن المعبد ده، دي غلطتي انا، اقتلني انا، امي ملهاش ذنب. الملكة بتقول له لا الغلط كله مني انا السبب، محدش له دعوة. الامير الرابع بيقول له انا اللي ولعت في المعبد وقتلت كل اللي فيه. الملك بيقول له يعني انت اللي كنت مخطط لكل ده؟ الامير الثامن بيقول له جلالتك المعبد ده بتاع الملكة، ولكن محدش فينا ليه يد في اغتيال ولي العهد، ده اكيد فخ علشان يحصل تفرقة ما بيننا. الامير الرابع بيقول له بالظبط جلالتك، وانا قتلت الناس دي علشان امي ما تتورطش في الموضوع. بعدها الامير الرابع بيطلع يقعد على الجبل، والخدم بيفضلوا يتخانقوا خايفين يطلعوا له الاكل. مرات الامير الثامن بتقول خلاص محلولة، هسو روح انت طلعي له الاكل. بتقول لها ازاي انا اميرة وعموما هاتي كله بثوابه. وفعلا بتروح له وبتقول اللي شوفه امبارح هو وشطان يستغرب لما يلاقيه ملاك. بتروح له وبتقول له الاكل يا عم الروش اطفح بالهنا والشفا. بيقول لها سيبي الاكل وامشي، وفعلا بتمشي ولكن ما بيهونش عليها، فبترجع له تاني وبتقول له انا هستنى علشان اخد الاطباق. هو انت ما بتاكلش ليه؟ بيقول لها بالنسبه للي حصل امبارح اعتبري نفسك ما شفتيش حاجه. بتقول له يا عم انت كل ما تقابلني تقول لي انسي انسي، هو انا فاضيالك؟ بيخلص اكل وبينزلوا مع بعض، بيفضل يضحك عليها علشان مش قادره تشيل سله الاكل، بيكون نفسه يشيل عنها الاكل ولكن مش عايز يبين انه حنين. بتسيبه وتمشي. بتروح لمرات الامير الثامن، بتلاقيها تعبانه، بتقول لها سيبيني دلوقتي واخرجي. تاني يوم بتقول لجوزها انت لازم تتجوز، انا كده كده هموت وما جبتلكش الولد اللي نفسك فيه. في الوقت ده هسه بتقول للخدامه ودي دبوس الشعر ده شيليه في اوضه الامير الرابع. بتقول لها بس انا خايفه. بتقول لها تخافي من ايه؟ الدبوس ده بتاعه لقيته لما اتقابلنا في الميه. وفعلا الخدامه بتروح غرفه الامير الرابع وبتدور على مكان تحط فيه الدبوس، ومره واحده بتخش عليها الاميره يون ودي اخت الامير الثامن. بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وايه اللي سرقتيه ده؟ بتقول لها انا ما سرقتش حاجه. بتقول لها يا ويلي، وبتاخدها في الساحه. بتبدا تضرب فيها لحد ما ظهرها كله يبقى شربات. في الوقت ده هسو بتيجي بتقول لها بتضربيها ليه؟ بتقول لها كانت بتسرق في غرفه الامير الرابع. بتقول لها لا ما سرقتوش، انا اللي بعتها. ومره واحده بيخش الوحش العنيف الامير الرابع بيقول لهم هو ايه اللي بيحصل؟ بتقول له دي كانت بتسرقها. بيقول لها ما يخصكيش، دي تخصني. الكل بينصدم وبيفتكروه هنا بيتكلم عن هسو، ولكن هو قصده على الدبوس. الامير الثامن بيقول لهم فكوا هسو، وفعلا بيفكوها. والامير الاكبر بيقول لها كفو، انت عملتي الصح، لازم كل واحد يعرف حدوده فين. وهنا الامير الثامن بيروح للامير الرابع وبيقول له تاني مره ما تقولش انها تبعك، هسو تبقى بنت عم مراتي ويو اختي، وانت هنا ضيف مالكش اي حاجه. بعدها بيروح لهسو بيخبط على الباب، ولكن هسو ما بتردش عليه وبتمثل انها نايمه. بيسيبها ويمشي. فهسو بتخرج من اوضتها وبتروح وراه. بتقول له انا لسه صاحيه بس مش قادره اتكلم. بيقول لها استني بس، انا اسف على اللي حصل لك النهارده لاني ما قدرتش ادافع عنك، ولكن وعد مني هحميكي واللي حصل مش هيتكرر تاني. الخاين بيحبها وهي مياله لي، فبتقول لنفسها انا اللي بعمله ده غلط، لازم ابعد عنه علشان بنت عمي. وتاني يوم الصبح بتفضل تفكر في اللي حصل، ومره واحده بتخبط في الامير الرابع. بتقول له ما بالراحه يا عم. بتقول لها انت هتمثلي، ما انت اللي خابطه فيا. بتقول له هو انت ليه امبارح قلت اني تبعك؟ خليت الكل يفكر فيا غلط. بيقول لها انت ما تعرفيش تقولي شكرا خالص، انا انقذتك من الضرب. بتقول له بس استني بس قبل ما تتكلمي في اي حاجه لازم تشكريني الاول. بتقول له عليا النعمه، انت شخص غريب، دايما تهددني انك هتقتلني وفي كل موقف انت اللي بتنقذني، وعموما يا عم شكرا. بيقول لها ماشي في التماشي، انت جبت الدبوس بتاعي منين؟ بتقول له وقع منك لما كنا في الميه. بيقول لها انت بتكلميني بكل جرأه كده ازاي؟ انت مش خايفه مني؟ بتقول له انا عارفه انك غشيم بس انا مش خايفه منك، وما تقولش تبعك تاني، انت فاهم؟ بيقول لها ليه يعني؟ بتقول له انت شايفني معزه قدامك؟ انا انسانه زيي زيك. بيقرب منها وبيقول لها ده اسمك الجديد يعني؟ بتقول له يا عم بلاش الاسلوب ده، انا مش قدك. بعدها الامير ال14 بيكون في قتال في الشوارع، بيكسب اللي قدامه بكل سهوله، فبيهجم عليه المجرم ده ومعاه رجالته. بيقول له فاكر لما كنت بلعب معاك وغلبتك؟ امك ساعتها قطعت لي دراعي، انا بقى هقطع لك دراعك. بيقول له طيب وانا ايه ذنبي؟ ذنبك ان دي امك. في الوقت ده هسو بتشوفهم وبتقول للخدامه روحي بلغيهم في القصر وانا هروح وراهم. وفعلا بتروح وراهم. في الوقت ده الامير الرابع بيشوفها هي وبتجري، بينده عليها ما بتسمعهوش، بتكمل طريقها وبتفضل مراقباهم من بعيد، وبيكون خلاص هيقطعوا ايده، فبتجري عليهم بعصايه المكنسه دي. والخدامه بتروح القصر تبلغ الامير الثامن، فبيروح معاها. وهسو بتكون في ورطه مع الامير ال14. بيقول لها ما تقلقيش انا في ظهري. بتقول له تنيل كنت نفعت نفسك. وفعلا بينزلوا ضرب فيه، ولكن مره واحده بيدخل الامير الثامن بيضرب شويه منهم، ولكن بيكونوا كتير عليه فبيكسروا عظمه وبيبقوا هم الثلاثه في ورطه. ولكن مره واحده بيدخل عليهم الوحش العنيف الامير الرابع، بيقول لهم من غير عنف هتمشوا ولا اعملكم سلطه على الغداء. وفعلا كلهم بيهربوا زي الفئران. والامير الثامن بيحس بالنقص اللي عنده. هسو بتروح وراه وبتقول له ايه اللي حصل، ولكن بيسيبها ويمشي. بتقول له استنى انا مش قادره امشي. بيرجع لها وبيقول لها انا كنت هموت من الخوف عليك، وبيقرب منها وبيكون خلاص. ولكن الخدامه بتنده عليهم. بعدها الملك بيستدعي ولي العهد والامير الرابع، وبيقول للامير الرابع انت عايز تعيش
تعيش معانا هنا؟ بيقول له ده بعد اذن جلالتك. بيقول له خلاص انت هتعيش معانا هنا مدى الحياه. بيخرج بره يستمتع والتلج نازل عليه. في الوقت ده هاسو بتقعد جنبه وبيبص لها وهي كمان بتبص له، وتقدر تقول كده وقعوا في الحب. والامير كوكلي بيفكر فيها والحب بيولع في الملخص. بعدها مرات الامير الثامن بتقول لهاسو، الامير الثامن بيقول ان عندك هوايه في صناعه الصابون، فبيقول لك خد الاعشاب دول اعمل لنا دستتين 3. بتقول لها خلصانه، عايزاهم لوكس ولا دوف؟ وفعلا هاسو بتبدا تعمل الصابون وبتقول ربنا يستر ويعجب الملكه. مرات الامير الثامن بتقول لها بعد ما تخلصي اكل تروح تجيب الحبر من مكتبه الامير الثامن، وبتروح تجيب الحبر وبتقابل الامير الثامن. بتقول له مراتك دي مش هحتطاني معاها، بعد اذنك بس هاخد لها الحبر وامشي. بيقول لها الاميره تعبانه انا هكتب الرساله مكانها، وبيبدا يكتب في الرساله. في الوقت ده طريقه كتابه الامير بتشد هاسو، بيبص لها ويضحك. بيقول لها القصيده دي كتبها تاويون معناها اعد الى المنزل، قريتيها قبل كده؟ بتقول له امال؟ بيقول لها بتحب القصايد ولا الموسيقى؟ بتقول له الموسيقى. لا القصايد. بيقول لها انا هديكي قصيده اقريها. بتاخد القصيده وتطلع بره، ولكن مش فاهمه اي حاجه منها ولا عارفه تقراها. ومره واحده بيدخل عليها الامير ال14 وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له ولا حاجه. بيشوفها ماسكه الورقه، بيقول لها انت مش بتعرفي تقري ولا ايه؟ جيبي انا اقراها لك. بتقول له لا، ولكن بيخطف الورقه وبيقراها. في الوقت ده بتيجي مرات الامير الثامن عليهم وبتقرا هي كمان القصيده. بتقول لها القصيده جميله لازم تردي عليها. الامير ال14 بيقول لها مين اداها لك؟ بتقول له الامير الثامن. بيستغرب. مرات الامير الثامن بتغير الموضوع، بتقول لها جهزي نفسك بكره رايحين للملكه. بتمشي هاسو والامير ال14 بيقول للاميره هو جوزك حصل لمخه حاجه؟ بتقول له هو ما يقصدش حاجه. بيقول للاميره بس القصيده دي دليل على الحب، انت عارفه وساكته؟ انت مركبه ساتلايت ولا ايه؟ وتاني يوم بتروح هاسو مع مرات الامير الثامن على القصر علشان تقابل الملكه. اول ما بيدخلوا على الملكه ام الامير الثامن بتقول لها اول مره اشوفك من قريب. اما الملكه يو بتقول لها هاسو انا عرفت انك صايعه مع اولادي. مرات الامير الثامن بتغير الموضوع، بتقول لها ادي الصابونه مريحه للملكه. ام الامير الثامن بتقول لها جميله قوي، وفين الليفه يا قمر؟ ايه العيله اللي عايزه تستحمى دي؟ المهم مرات الامير الثامن بتقول لها كمان ليكي واحده زيها. بتشوف الهديه وبتقول ايوه يا بنت انا عايزاكي تزحلقيني كده على طول. في الوقت ده بيخش عليهم الملك، بيقول لها هاسو انت اللي اتخانقتي مع ابن الامير وعلمتي عليه؟ الامير الثامن بيقول للملك دول كانوا بيلعبوا. بيقول له تلعب معاه تعوره. هاسو بتنزل على الارض وبتقول له سامحني يا جلاله الملك. بعدها بطنها بتوجعها فبتطلع تدور على حمام. في الوقت ده بيقفشها الامير الرابع، بتقول له ايه ده شكلك اتغير. بيقول لها شكلك جايه تتجسسي على الناس اللي بتستحمى. تقول له لا ده انا كنت جايبه هديه لامك الملكه، انا جبت لها صابونه لوكس من عند عمك ابو حنان. ومره واحده بتدخل عليهم الملكه، هاسو بتستخبى. الملكه بتقول له انت عملت كل اللي عايزه وقعك، انت مالكش لازمه، اخرك تقتل الناس. وبتسيبه وتمشي. بيبص على هاسو بيلاقيها مشيت. بعدها بتقعد ام الامير الثامن مع مراته، وفجاه بتقعد تكح بتنزل دم من بقها. بيطلبوا لها الدكتور، بتقول ملوش داعي انا ليا عندك طلب، يا ريت يا حماتي تجوزي هاسو لجوزي. وبعدها هاسو بتحاول تتعلم تقرا وتكتب علشان ترد على قصيده الامير الثامن. وبعد ما كتبت الرساله وبتحطها على مكتب الامير الثامن، وفجاه لقت كل الامراء داخلين عليها. بيشوفوا الرساله بيقولوا لها انت بتعملي ايه هنا؟ بتقول لهم ولا حاجه. وهنا بتبص على الامير الثامن وهو كمان بيبص عليها، بيقول لهم انا كنت بعلمها على القصيده وهي كتبتها. الامير الرابع هو الوحيد اللي بيقدر يفسرها. بتسيبهم وتمشي. الامير ال14 بيروح وراها، بيقول لها انا فاهم كل حاجه ومش هسمح لك تدمري بيت الامير، وبيسيبها ويمشي. الامير الثامن بيقول لها سامحيني لاني بسبب سمعت الكلام ده. بتقول له دي غلطتي لاني سمحت لنفسي امسك ايدك واحس بيك. بيرد عليها الامير ويقول لها لا دي كانت غلطتي انا لان اديتك القصيده واجبرتك على الرد عليها. بتقول له انا كل ما اشوفك بفضل اعيط، انا اسفه. بتسيبه وتروح عند مرات الامير الثامن، بتلاقيها قاعده وبتكح قدام النار وبتنزل دم من بقها. بتنادي هاسو على الخدامه لكن ما بتردش عليها. الاميره بتقول لها تعالي حطي لي مكياج، ونادي الامير عايزاه يشوفني مزه. وفعلا هاسو بتعمل لها المكياج وبتنادي الامير. بيتمشوا شويه وبعدين بياخدها على ظهره، وهنا بتموت الاميره. بعد موت الاميره الكل بيكون في منتهى الحزن، فبيحرقوها اصل هم عندهم اكرام الميت حرقه. الكل بيرجع بيته وهاسو بتلاقي الامير الثامن منهار، بيقول لها ماتت ما لحقتش اقول لها اني بحبها، يعني لك 1000 سنه متجوزها ولما ماتت افتكرت. ما علينا. بتقول له اكيد هي حاسه وعارفه انك بتحبها. بيفضل يبكي وهاسو بتبكي معاه. تاني يوم هاسو بتقعد تفكر هتعمل ايه في حياتها بعد موت بنت عمها. الامير الرابع هنا بيدخل على اخوه الامير الاكبر، بيقول له المفروض انت تعتذر ليا لانك فهمتني وفهمت امي غلط بخصوص اللي حصل في الحفله.
احنا صحيح اخوات ولازم تديني التحية اول ما تدخل. بيرد الامير الرابع بيقول له انت المفروض اللي تديني التحية لاني انقذت ولي العهد من الموت. الامير الاكبر بيقول له يعني انت هتفضل في صف ولي العهد؟ بيقول له الامير الرابع انا وجودي في صف ولي العهد هو سبب حياتي. الامير الاصغر بيدخل عليهم وبيقول لهم سمعتوا اللي حصل؟ الملك سمح لعائلة بيك بالعيش في سنجاب. بيتلموا الامراء كلهم وبيرد الامير الثامن على اي حال الملك هيقضي على عائلة بيك. بيرد الامير الاكبر ويقول له هي مسألة وقت مش اكتر. الامير الرابع بيقول احنا زيهم بدون الملك ما نسويش حاجة، احنا بناكل نفس الاكل اللي بيديه لهم الملك. انت كلامك كله فاضي. على كل حال انت جبان وما تقدرش تقول اي كلمة قدام الملك. بدل من الهري على الفاضي احسن روح اشرب لك كوباية بوظة. الامير الرابع بيقول للامير ال14 انت بتعرف تشرب بوظة؟ بيقول له امال ده انا استاذ. والامير ال14 بيشكر اخوه الامير الرابع وبيقول له انا مش بقدر اتكلم قدامهم كده بس انت برنس. بعدها هسه بتروح تزور بنت عمها وبتقول لها رغم انك كنت مطلعه عين اهلي ولكن وحشتيني، الحياه من غيرك وحشه قوي. والامير ال14 واخوه بيكونوا هم كمان رايحين يزوروا مرات الامير الثامن. بيلاقوا هسو بيهزروا معاها وهم رايحين على القصر. بتقابلهم الاميره يون بتقول لها هسو مبروك جالك عريس. في الوقت ده الامير الثامن بيقول للعراف هو انتوا صح هتجوزوا هسو؟ بيقول له البت ورورت واستوت على الاخر يسيبها تعنز؟ ما يصحش يا اخويا. بيقول له يا عم ده انا مراتي لسه ميته. بيقول له ده عريس لقطه ما يتعوضش والحي ابقى من الميت يا ابها، اصل الزبون كان نفسه فيها. الامراء كلهم بيتجمعوا وبيقولوا له ازاي انت موافق تجوزها العريس عنده 60 سنه؟ بيقول لهم مش دي المشكله، المصيبه انه العريس مش مناسب، انا محتاج مساعدتكم كلكم. وهنا هسو بتكون في اوضتها والخدامه بتبكي عليها بتقول لها انا لازم اهربك حتى لو هيقتلوني. وفجاه بتلاقي الامير الاصغر نط لها من الشباك وبيقول لها يلا هنهربك. وفعلا بتروح معاهم والامير الثامن بياخدها على الحمار. الاميره يون بتقول هاتوهم وفعلا الحرس بيمسكوهم ولكن ما بيكونوش هم، بتكون خدعه. وهسو بتكون مع الامير الرابع وهم وراكبين الحمار. الامير بيكون واخدها في حضنه وبيقول لنفسه انا مش بعمل كده لاني بحبك، انا بعمل كده علشان تعيش الحياه اللي بتتمنيها. وهم الاثنين بيخشوا في حاله اغماء رومانسي ولكن بيفوقوا على كابوس. الحرس بيقفشوهم. العراف بيقول له مش دي هسو؟ بيقول له ايوه امرني يا روش. بيقول له هسو لازم ترجع معانا القصر لان الملك جوزها المستقبلي اللي امرنا بكده. ايوه يا شكيكي ابوهم الراجل الناقص اللي هيتجوزها هياخد واحده قد بنته الشايب. المهم بيقول لهم تاخدوا مين؟ على جثتي وجثه الحمار. هسو بتقول له لا انا هروح معاهم، انا مش عايزه حد يتاذي بسببي، انا هقنع الملك انه يلغي الجوازه. بيقول لها لو انت دخلت القصر مش هتخرجي تاني. بتقول له خلينا نحاول. وفعلا بترجع معاهم على القصر والمحظيه بتقول لها اقلعي هدومك كلهم هنعمل لك فحص بالكامل. بتقول لها ليه هو انا داخله الجيش؟ بتقول لها ده لازم لان لو فيكي خدشه او علامه هتكوني محرمه على الملك. بتقول لها على جثتي ولكن بيكشفوا لها بالعافيه والنتيجه بتكون مقبول. في الوقت ده بتخطط للهروب وفعلا بتهرب ولكن المحظيه بتوقفها. بعدها الامير الرابع بيروح للعراف وبيقول له زي ما اقنعت الملك بالجواز من هسو تروح تبوظ الجوازه حالا. والامير الثامن بيروح للملك وبيقول له جلالتك ليه هتتجوز هسو؟ بيقول له علشان اضم عيلتها لينا. بيقول له احنا نقدر نحارب لوحدنا مش محتاجين لحد. الامير الرابع بيجي كمان وبيقول له انا شفت واحد من عيله هسو بيتفق علينا مع كتان العدو، احنا ممكن نصالح كتان ونفضها سيره بقى. بيعمل حوار علشان الملك ما يتجوزش هسو. الملك بيقول لهم خلصتوا كلام يلا بقى جهزوا فرح ابوكم. في الوقت ده هسو بتكون سامعاهم فبتروح جري عليهم. الملك بيسيبها ويمشي فبتكسر الازاز وبتعور نفسها علشان تتحرم على الملك. الملك بينصدم وبعدها بيضحك ويمشي. العراف بيقول له هتعمل ايه مع هسو؟ بيقول له هخليها عبده في القصر. بيقول له بدل ما تخليها عبده البنت عندها موهبه جباره بتصنع حبه صابون هيغيروا ريحه جلالتك النتنه. بيقول له مفيش مشكله هنعينها مسؤوله البلاط الملكي. وفعلا بتتعين. بعدها العراف بيروح لهسو وبيقول لها يا ست البنات الملك كان هينفخك بس انا اقنعته بانك تصنعي لهم صابون للقصر. في الوقت ده الامراء بيجوا جري على هسو وبيكونوا في منتهى السعاده. وهسو بتقول في نفسها يا ترى مين فيكم هيقتل اخواته وهيبقى هو الملك. بتبص عليهم كلهم وعينيها بتيجي على الامير الرابع بتنصدم وبتقول مستحيل. بتسيبهم وتمشي والامير الرابع بيقرا تفكيرها بيبص عليها وهي كمان بتبص عليه. بعدها هسو بتدخل البلاط الملكي وبتكون متوتره حبتين. بتقابل المسؤوله بتقول لها انت كنت هتبقي مرات النتن لكن دلوقتي بقيتي سيده البلاط. بتقول لها انا عارفه وما تقلقيش انا هفهم الدنيا هنا بسرعه ومش هتعبك في حاجه. بتقول لها تعرفي تعملي شاي وتولعي على الفحم وتظبطي الشيشه للزبون؟ شكلها هتشتغل في كافيه يا زميلي. المهم تقول لها تعرفي تفرقي ما بين الاعشاب وتعملي مكياج؟ بتقول لها ده انا معايا كوافير في الحي السادس والفرع الثاني في رمسيس. بتقول لها انت تعرفي تقري وتكتبي اكيد؟ بتقول لها هو ده الغلط بعينه. لا ما بعرفش. بتسيبها وتمشي وبعدها بتقابل الامير الرابع. بتقول له ايه ده هو انت لسه موجود هنا؟ بتقول له انت عارف انا كنت خايفه من الشغل هنا بس لقيت كل اللي مطلوب مني انا شاطره فيه. انت تعرف ان انا موهوبه في المكياج علشان اظبط لك عروستك يوم الفرح. بتستنى منه رد ولكن ما بيردش عليه. بتقول له طيب يا عم الاخرس يبقى تعالى زورني وعموما شكرا يا عم.
بتقول له انت تعرف احسن حاجه ان انا ما اتجوزتش الراجل النتن ده. بيبص لها بغضب، بيشدها من ايديها وبيقول لها في اليوم ده كان ممكن تموتي لو الجرح ده اكبر من كده. بتقول له عمر الشقي باقي يا اخويا. بيقول لها انت عارفه يعني ايه تعيشي وعلى جسمك علامه؟ انت مبسوطه علشان بقيتي سيده البلاط؟ انت مش هتعرفي تخرجي تاني من هنا، ما كانش المفروض تعملي كده، ليه ما اتجوزتيش الملك؟ بتقول له لا انا مش عايزه، انا قلت لنفسي لو ما قدرتش اعمل حاجه هغمض عيني وادخل غرفه الملك وربنا يسهل بقى، ولكن ما قدرتش، هاخد واحد قد جدي. بيقول لها خلي بالك ده يبقى ابويا ها. بتقول له اللي حصل حصل، مفيش حد كان ممكن يقدر ينقذني الا انا، وده اللي فكرت فيه لما سمعت صوتك وشفتك قدامي، عملت كده من غير ما احس. في الوقت ده بتنزل دموعها من عينيها وبتكون في منتهى الحزن. بيقول لها انت غبيه ما تعمليش كده تاني. بيبص لها وهي كمان بتبص له، وانا بتفرج عليهم يا شكيكي. بيمشوا مع بعض في القصر. بتقول له ايه المكان ده؟ بيقول لها دي بحيره جي، اول مكان في القصر بتنزل فيه الشمس. بتقول له ايه القصر ده؟ بيقول لها قصر من الصعب دخول وتموتي لو وثقت بحد من اللي جواه، ولو عايزه تعيشي بامان خلي بالك من الناس اللي حواليك، هو ده القصر. تقول له الظاهر انك ما تعرفش كل حاجه. بيقول لها كل واحد في القصر ده وحيد. بتقول له بس انا مش وحيده لانك انت معايا وما تقلقش انا هبقى كويسه. بيقول لها القصر هنا ممل جدا، ولكن وجود واحده زيك مجنونه مش هتحسسنا بالملل. بيسيبها ويمشي. بعدها الامير الثامن بيقابل اخت يون. بتقول له شكل العيله محضره الجوازه تانية في القصر. بيقول لها والجوازه المره دي غرضها ايه؟ سياسي ولا حل مشكله؟ بتقول له شوف الامير الثالث تتجوز بنت الوزير بارك كانت خطه علشان يوصل للعرش، ولو ولي العهد اتفق مع عشيره يو ومسك كل حاجه هيكون مصيرنا يا اما الطرد او الموت. بيقول لها ما علينا، انا حاسس انك مياله للامير الرابع. بتقول له انا مشاعري هتكون مع اللي يوصل للعرش. بيقول لها يو انت ما تعرفيش تعيشي في سلام؟ بتقول له ما فيش غير طريق واحد بس علشان اعيش في سلام، انك تكون الملك. بعدها ولي العهد بيقول للعراف انا ما حضرتش الاجتماع للمره الثانيه على التوالي بسبب مرضي، انا متاكد ان كل واحد بيطالب بعزلي من منصبي. بيقول له ما كل الناس بتمرض، كبر دماغك يا عم. بيقول له انا حاسس ان هبقى عبء عليهم واني مش مناسب للمنصب، والمصيبه اني نفسي ابقى الملك. بيقول له ما انا بقول لك كبر دماغك وهتبقى الملك يا عم، اهدى بقى علشان ما حدش ياخد باله من اللي انت فيه. بعدها بيوصل الجنرال بارك هو وبنته للقصر علشان يقابلوا الملك، وفعلا بيقابلوا الملك وبيقول له انا جيت علشان اشوف جلالتك. الملك بيبص عليه من فوق لتحت بيقول له معلش سامحني جلالتك، كان المفروض اني استحمى قبل ما اجي واشوفك. بيقول له ولا يهمك حبيبي الحال من بعضه، وعموما انا حابب اشكرك لانك علمت الامير الرابع على الفنون القتاليه. بيقول له الامير الرابع موهوب وانا اشتغلت عليه كويس لحد ما وصل للحاله دي، ولولا العلامه اللي في وشه لكان الافضل لمنصب ولي العهد. بيقول له يعني قصدك ولي العهد مش كفاءه؟ بيقول له انا ما اقصدش حاجه، وبفضل ان الامير الرابع يرجع لمكانه في ساحات المعارك لاني ما اعتقدش انه هيتحمل الحرب السياسيه اللي موجوده في القصر. العراف بيقول له روح يا عم استحمى عمتنا. بيقول له يلا من هنا يا ابن الصرمه. بعدها الامير الرابع بيقابل الجنرال بارك بيقول له انا سمعت انك انت بتتعلم الحب والاحساس بدل من الفنون القتاليه. بيقول له خلصنا تدريب القتال وجه وقت تدريب القلب والعقل. بيقول له لا واضح، وليه قتلت الرهبان في المعبد وحرقتهم؟ بيقول له لانهم يستحقوا الحرب. بيقول له الظاهر انك عرفت تفرق ما بين اللي يستحق الموت واللي ما يستحقوش. بيقول له انا عملت كده علشان احمي العيله الملكيه. بيقول له ليه انت عايز تعيش في سنجاك؟ انت لو رجعت معايا هتتحكم في العيله الملكيه. بيقول له انا امير ومكاني هنا. بيقول له لازم تعرف انت ليه قاعد هنا. هو بص يا شكيكي الراجل مش بيغمز لك ولا حاجه، هو كده خلقه ربنا، اوعى تفهمه صح. المهم الجنرال بيسيبه ويمشي. بعدها المحظيه وهسه بيروحوا للملكه ام الامير الثامن. المحظيه بتقول لها انت لسه مصدعه يا كركوبه انت؟ بتقول لها اتحسنت شويه بعد ما اخدت شاي الاقحوان، اكيد ده شاي العروسه شكيكي، الظاهر انه اسمه مختلف عندهم. المهم هسه بتقول لها هجيب لك واحده كوينجستال هتخليكي زي الحصان. المحظيه بتقول لها الكتفان احسن اطلعي بره. وفعلا هسه بتخرج وبتلاقي ولي العهد بيصرخ وجسمه كله احمر. بتقول ايه العيله الجربانه دي؟ ولي العهد بيطلب منها ميه. بيقول لها هاتي لي جرده الميه بارده. بتقول له لا لازم ميه مع نعناع اخضر. بتدخل المحظيه وبتمرمط هسه في الارض. بعدها بتاخدها على الاوضه بتبدا تعذب فيها. بتقول لها ازاي انت تلمسي جسم ولي العهد؟ بتقول لها لا انا كنت عايزه اساعده. بتقول لها ازاي وانت ما تعرفيش تقري؟ عموما لو اتكلمتي عن مرض ولي العهد مش هتطلع عليكي شمس تاني. بتسيبها وتروح تسقي الزرع وبتقول لنفسها انا لازم اهرب. الامير الرابع بيكون وراها وسامعها وبيقول لها هتهربي على فين يا عسل؟ وهتروحي فين من الملك؟ بتقول له مين قال ان انا ههرب؟ انا بس بقول ان المكان ده مش مناسب ليا، انا هنا ما حدش مقدر موهبتي. بيميل عليها وبيقول لها فعلا انت موهوبه؟ بتقول له امال؟ بيقول لها طيب ما تفكريش تهربي تاني وبيسيبها ويمشي. هسه بتستغرب بتقول سبحان مغير الاحوال، امبارح كان عايز يقتلني والنهارده حاسه عايز يبوسني، هو ازاي بقى معايا لطيف كده؟ بعدها بتعمل واجب المدرسه وبيجي عليها الامير الثامن بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له بتعلم. بيقول لها ليه انت ما تعرفيش تقري؟ بتقول له لا ما بعرفش من يوم ما وقعت على دماغي. بيقول لها امال ازاي قريتي قصيدتي قبل كده؟ بتقول له مراتك الله يحرقها هي اللي قريتها لي. بيقول لها انا كنت هكتب ليك رساله لكن خلاص. بتقول له لا انا هقدر اقراها قريب اديني
بتتعلم اهو. بيمسك ايديها ويحط ايده على كتفها علشان يعلمها الكتابه. يا لئيم. في الوقت ده هسو بتنسى كل حاجه ودماغها بتروح في حته تانية خالص. بيقول لها وعديني انك ما تعوريش نفسك تاني لاي سبب. بتقول له اوعدك. وعدني انت كمان تخلي بالك من نفسك. وعلى راي الشاعر هتظبطني هظبطك وفي اول طريقها كحرتك. بيبوسها على قفاها. بعدها بتقعد تفكر في اللي حصل ما بينهم. بتقوم تفتح الشباك علشان الحب ولع في الاوضه. بتبص للقمر. بتبص على هديه الامير الثامن. بتقول باين حبيت. ايوه انا حبيت. بعدها الامير ال14 بيكون قاعد وسط الشعب وبيرسم الاطفال اللي حواليه. بعدها بينده عليهم علشان ياكلهم. بياخدوا الاكل ويمشوا وبيبدا يرسمهم. ومره واحده البت دي بتاخد الرسمه منه وبتقطع كل الرسومات اللي هو رسمها. بيقول لها انت مين وايه اللي عملتيه ده؟ بتقول له انت فاكرنا ايه؟ احنا بشر مش حيوانات. اي نعم احنا خسرنا جوريو وبنعاني من قله الميه ولكن احنا لسه بشر. ازاي تتجرأ وتبص لنا كده؟ بيقول لها انا مش قصدي حاجه وحشه، انا بس كنت حابب اعبر عن معاناه الشعب بسبب الجفاف. بتقول له اللي زيك ما يحسش بينا، انت حشره. بيقول لها حشره ولا 11؟ بتقول له انت مبسوط؟ هند بتسيبه وتمشي. وفي الطريق بيقابلوها مسؤولين الملك. بيقولوا لها جلالتك الجنرال بار طالب يقابلك. بتقول لهم الخاين عايز يشوفني وماله ما يضرش وبتروح معهم. الامير ال14 بيكون بيدور عليها. بعدها الامراء بيحتفلوا بعيد ميلاد الامير الاصغر قاعدين يشربوا شاي ام حسن. الاميره يون بتقول لهم احتمال اتجوز من عيله قويه. الامير الثامن بيقول لها وبعدين معاكي نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدها بيدخل الامير الرابع وبيفضل يدور على هسو وسطهم ولكن مش بيلاقيها. بيتخنق ويمشي. بعدها الامير الاكبر بيمسك يون. بتقول له ايه الموضوع المهم اللي كنت عايزني فيه؟ بيقول لها انت ليا انا وبس ومحدش هيقدر ياخدك مني. انا هكون الملك وانت هتكوني الملكه. بتقول له هو ده حلمك؟ بيقول لها طبعا ومش هتنازل عنه. بتضحك. بتقول له انت فالح قوي. بيقول لها انا عارف ان عايزه اخوك يبقى الملك. لو اخوك مسك الحكم هتبقي مجرد اميره، اما معايا هتكوني الملكه. بتقول له انت راجل متجوز، مراتك الاولى هتكون الملكه. بيشدها عليه وبيكون خلاص هيبوسها ولكن الامير الرابع بيبعده. بيقول له انت مش هتبطل اللي بتعمله ده؟ بيقول له انت مش هتبطل تتدخل في حياتي؟ انت مالك يا عم؟ هنكمل بعدين يا يون. وبيسيبهم ويمشي. بتقول للامير الرابع تشكر يا اسطى وارجوك ما تقولش لاخويا الامير الثامن. بيقول لها طلعي الامير الاكبر من دماغي، مش هتوصلي للي انت عايزاه معاه. بتقول له عندك عرض احسن منه ولا عايز نفكر فيك انت؟ هو الافضل انك تفكري في الامير وائل. ام هند المحظيه بتقول لهسو جهزي نفسك علشان ولي العهد طلبك. بتروح هسو تجهز نفسها وبتضرب احلى وش دوكو. بتروح هناك وبتقابل الامير الاصغر واللي بيكون دايخ من المنكر اللي كان يشربه. بيقول لها انت هنا؟ بتقول له لا انا هناك. بيقول لها هو انت ليه حلوه قوي النهارده؟ بتقول له لا ده انت اللي عينيك مزغلله وبتسيبه وتمشي. بعدها بترقص وبتحتفل معاه بعيد ميلاده. في الوقت ده الامير الرابع بيشوفها وبيكون في منتهى السعاده. بعدها الامراء كلهم بيدخلوا عليها وبيطلبوا منها تغني وفعلا بتغني والامير الرابع بيفضل مركز معاها ونظراته ليها كلها حب. في الوقت ده الاميره يون بتغل من هسو وبتقول لها تقدري تمشي شكرا على الزياره. بتقول لها هو انت لسه زي ما انت مغروره؟ بيدخل عليهم ولي العهد وبيقول لها يون انا اللي عزمتها. بتقول له هي دايما محظوظه ودلوقتي في رعايه ولي العهد وبتسيبهم وتمشي. ولي العهد بيقول لهسو ده اقل واجب على اللي عملتيه معايا. الاعشاب اللي انت اديتيهاني خففت الجرب اللي كان عندي. انا كنت طالبك علشان اشكرك ومتاكد انك انت هتساعديني في اي وقت هحتاج لك فيه. بتقول له اكيد يا ولي العهد. بعدها الامير الرابع بيكون قاعد لوحده على البحيره وبيفتكر كل موقف ومكان جمعه بهسو. بيدخل عليه الامير ال14 بيقول له انت ليه قاعد لوحدك يا اسطى؟ لازم تكون معانا في يوم زي ده. بيقول له سيبني وامشي انا بحب اقعد لوحدي. بيقول له احنا اخوات ولازم تهني اخوك بعيد ميلاده، يلا بينا. وفعلا بيروح معاه. الامير الاصغر بيقول لهسو انا عايز اطلب هديه من اخويا الامير الرابع. بتقول له طيب وانت هتطلب ايه منه؟ بيقول لها هتعرفي لما يجي. بيدخل الامير الرابع والامير ال14 والامير الاكبر بيقول لهم انتوا كنتوا فين وفين الهدايا اللي جبتوها لاخوكم؟ بيقول له انا ما جبتش هدايا، يشوف هو عايز كام وانا اديله. الامير الاصغر بيقول له انا مش عايز فلوس بس انا ليا طلب. هسو بتقول له اكيد هيعمل لك اللي انت عايزه. بيقول له طيب انا عايز اشوف وشك من غير قناع، انا دايما بسمع بس عايز اشوف العلامه اللي في وشك. هسو بتقول له لا. الامير الاكبر بيقول لها انت ازاي تتدخلي بينا؟ الامير الرابع بيقول له يعني انت عايزني اشيل القناع؟ الامير الاصغر بيقول لهسو انت قلت انه هيقبل اي شيء اطلبه منه. بتقول له انا ما كنتش اعرف انك هتطلب كده. الامير الرابع بيقول لهسو كفايه. وفعلا الامير الرابع بيشيل القناع والكل بينصدم ويبص على العلامه اللي في وشه. بيبص على هسو وهي كمان بتبص عليه. الامير الرابع بيسيبهم ويمشي وكمان هسو بتروح وراه بتنادي عليه. بيقول لها عايزه ايه تاني بعد اللي حصل؟ بتقول له انت فهمت الموضوع غلط. بيقول لها النظره اللي في عينيكي دي انا بكرهها علشان كده ما تبصيش ليا تاني. بتساله ازاي انا ببص عليك؟ انا عمري ما بصيت عليك بطريقه مختلفه. بيقول لها نظرتك ليا نظره شفقه، يا ترى ايه احساسك هيكون لو انت مكاني؟ ابعدي عني لان المره الجايه ما اعرفش ممكن اعمل فيكي ايه. بيسيبها ويمشي وبالليل بيكون قاعد في الغرفه وبيبص على القمر. بيجي
الامير ال14 بيقول له سامحني ما قدرتش اوقف اللي حصل، انا لاحظت انك انت ما بصيتش عليا. الامير الرابع بيرد عليه ويقول له مشاعر الانسان فعلا معقده، بحس بالحزن لما اشوف ناس واحس بالحزن لما ما اشوفش ناس تانية. الامير ال14 بيقول له اكيد هسو لعبوا عليها، بيقول له مش عايز اتكلم عنها. تاني يوم بتروح هسو مع المحظيه علشان يعملوا مكياج الملك. الملك بيقول لهسو انت علاقتك بالامراء كويسه، انا عارفك ذكيه ولازم تعرفي مقامك. بتقول له انا مش بقابلهم زي الاول بحكم شغلي الجديد. المحظيه بتقول للملك يلا علشان اسرح لك شعرك ونربط لك الفلونكه يا ذكري، وهي بتحط له الزيت. دخلت عليهم الملكه بتقول انا اللي هسرح له. بعدها بتيجي هسو وتحط الشاي للامراء. الامير الرابع بيقول لها احنا بنشرب شاي والناس بتموت من الجفاف. ام الامير الثامن بتقول عندك حق. هسو بتروح للامير ال14 وبتقول له انت مش قلت لي انه بيحب الشاي؟ بيقول لها ايوه انا متاكد انه بيحب الشاي، بس هو واخد على خاطره منك، لو عايزه تصلحيه لازم تروحي تكلميه، دي احسن حاجه. بيجوا الخدامين وهسو بتسيبه وتمشي. بيقول لها انت هتمشي؟ بيمسكها من ايديها بتقول له يخرب بيتك هتوديني في داهيه. بيقول لها زي القمر وانت مزنوقه. بتقول له انت مجنون. المحظيه بتشوفهم بيقول لها عقابك هيكون انك تراضي الامير الرابع، يلا مع السلامه. بيمشي ويسيبها وهي بتروح مع الخدم. بتقول لهم الامير بحب يهزر بس يزودها شويه المرات. بيشنكلوها وبتقع على الارض. المحظيه بتقول لهم ايه اللي بيحصل هنا؟ بتاخد هسو على غرفتها وبتبتدي تعاقبها. بترفع ايديها لفوق وبتحط عليها الكتب. بتقول لها انت لازم تقطعي علاقتك بالامراء، انت فاهمه؟ وهنا هسو بتكون في غرفتها بتلاقي رساله من الامير الثامن علشان يتقابلوا. وفعلا هسو بتروح تقابل الامير الثامن. بيقول لها اجمل احساس بحسه بره القصر هو الحريه، هو انت ما نفسكيش تمشي من القصر ده؟ بتقول له يا ريت بس ازاي؟ انا بشتاق لكل شيء كان قبل كده. الامير الرابع قال لي لو دخلتي القصر مش هتعرفي تخرجي منه تاني. بيقول لها صح، قريب هيكون في طقوس نزول المطر، واذا نزل المطر انا هكلم الملك علشان تمشي من القصر. بتقول له يعني انا ممكن ارجع اعيش في بيتك تاني؟ بيمسك ايديها وبيقول لها من هنا لحد ما ترجعي البيت هملى البيت بالاعشاب علشان تعملي لي احلى صابونه لوكس، نفسي استحمى بقى. بتقول له بتمنى ان المطر ينزل. بتبص عليه وكمان هو بيبص عليها وبتقول له لازم ينزل المطر. بيمسكوا ايدين بعض وبتحط راسها على كتفه. تاني يوم بيكون هسو وولي العهد والعراف متجمعين. ولي العهد بيقول لها انا رايح اقبض على المتمردين بسبب الجفاف. العراف بيقول لها الموضوع ده سر. بتقول له ما تقلقش. بيدخل الامير الرابع ويقول لولي العهد كل شيء تمام. وهي خارجه من عنده بتلاقي الخدم بيشدوها وخدوها على الملكه والامير الاكبر. الملكه بتقول لها انت كنت فين؟ بتقول لها كان عندي شغل مهم. الامير الثالث بيقول لها كانت عند ولي العهد. بتقول له انا كنت بودعه قبل ما يمشي يقبض على المتمردين. بيقول لها تروحي تودعيه وتاخدي معاك الحاجات دي كلها؟ الملكه بتقول لها دي حاجات كلها غاليه. الملكه بتقول لها انت اخدت الاعشاب دي، هو ولي العهد مريض؟ هسو بتقول لها انا ما اعرفش حاجه. الملكه بتمسكها من رقبتها وفي الوقت ده الامير الرابع بيكون شايفهم من تحت. بتيجي المحظيه بتقول لها سيبيها، انا كنت بعتها على القصر في شغل لان الملك رجله كانت وجعاه فبعتها تعالجه. الملكه بتقول لها وليه بعتي هسو؟ انت عايزاني انا اروح وبعدين تشكي فيا؟ هسو بتندهش ليه المحظيه دفعت عنها. الكل بيمشي وبتروح الملكه على القصر. بتلاقي الامير الرابع موجود. بتقول له انت ايه جابك هنا؟ اطلع بره. بيقول لها تعاملي مع الخدم كملكه وبلاش تتهمي الابرياء. بيسيبها ويمشي. بعدها هسو بتقول للمحظيه شكرا لمساعدتك ليا. المحظيه بتضربها بالقلم. كم مره قلت لك تبعدي عن ولي العهد؟ بتقول لها انت بتعملي اعشاب وبتعالجي الملك وانا بعمل اعشاب وبساعد ولي العهد، انت ليه مش عايزاني اساعد؟ بتقول لها لان ممكن تموت، انت بتفكريني بنفسي في ثقتك وحبك للناس. المحظيه بتحس بألم وبيغمى عليها. بعدها بتفوق المحظيه وبتقول ايه اللي حصل؟ هسو بتقول لها اغمى عليكي لان كان عندك ألم شديد في بطنك. بتقول لها حد عرف باللي حصل؟ بتقول لها ما تقلقيش كل شيء تمام وسرك في بير، كمان انا عرفت انت ليه كنت قاسيه عليا، كنت خايفه عليا. المحظيه بتضحك. وتاني يوم بتبدا احتفاليه طقوس المطر. الملك بيقول لنفسه لازم طقوس المطر تبدا بس انا تعبان وولي العهد لسه ما رجعش. بعدها الامراء بيتجمعوا عند العراف وكل واحد هيكتب اسمه ويحطه في القله دي، والملك هيختار مين اللي هيرقص طقوس المطر. وهنا بينادي الملك انه تم اختيار الامير الرابع. الامير الرابع بيقول للعراف هو معقول تم اختياري؟ بيقول له السماء اللي اختارتها. وفعلا الامير الرابع بيخرج في الحفل، ولكن واحد من الشعب بيقول ازاي واحد بقناع يقود الحفل؟ ده وحش، اكيد السماء هتغضب علينا. وهنا بيبتدوا يحدفوه بالحجاره. بيرجع غرفته وهو في قمه الغضب. بعدها الملكه بتقعد مع ابنها الامير الاكبر. بتقول له الفرصه جت لحد عندك علشان تقود مراسم طقوس المطر، انا عايزك تسيطر على جوري. بعدها هسو بتروح على الامير الرابع. بتقول له انت نايم؟ وهي نازله في المركب بتكون هتقع لكن بيلحقها فبتقع في حضنه. بيبص في عينيها وهي كمان بتبص عليه. بعدها بتقوم وتقول له انت مستخبي هنا ولا ايه؟ سيبك من اللي حصل. بيقول لها انا مش محتاج
شفقة منك. بتقول له انت هترجع تعمل طقوس المطر تاني. بيقول لها انت صغيرة وفاكرة انك فاهمة كل شيء. بعدها بيكون ولي العهد لسه ما وصلش، وبيجي يوم الاحتفال، وبيكون الامير الرابع رايح على الاحتفال، بيلاقي هسو في وشه. بتقول له تعالى معايا، انا هخليك تحضر الحفل بدون القناع. وفعلا هسو بتشيل القناع وبتبص عليه وبتحط ايديها على وشه. بيمسك ايديها وبيقول لها انت مش متضايقة من العلامة اللي في وشي دي؟ بتقول له لا. بيغمض عينيه وبتبتدي هسو تداري العلامة. بتقول له فتح عينيك. بيشوف وشه في المراية. بتكون رايحة تسيبه وتمشي، ولكن بيشدها من ايديها وبيقول لها انا مش قلتلك قبل كده ان انت ملكي؟ هسو من النهارده انت ملكي ومفيش حاجة هتبعدني عنك ابدا. بعدها بيخرج ويستعد للحفل وبيكون لابس القناع. في الوقت ده بيكون الامير الاكبر رايح ياخد مكانه. الامير الرابع بيقول له على فين؟ ارجع يلا. الامير الاكبر بيضربه بالقلم وبيوقع منه القناع. بيبص عليه مش بيلاقي العلامة اللي في وشه. بيقول له انت مين؟ العراف بيقول للامير الرابع اتفضل للاحتفال. الامير الاكبر بيقول له مين اللي يطلع؟ العراف بيقول له السماء اختارته. وفعلا بينزل الامير الرابع والكل بيكون في منتهى الذهول لانه مش لابس القناع. وبيبدا الاحتفال. ولما بتشوفه الملكة بتقول ايه اللي جابه ده؟ الملك بيقول لها المهم ينزل المطر. الامير الرابع بيبص لهسو وكمان هي بتبص عليه. بيوصل المنصة. في الوقت ده الكل بيكون في منتهى السعادة لنزول المطر. الجفاف خلاص هينتهي والمية رجعت تاني للشعب. بعد نزول المطر كان الشعب والامراء والملك والكل في قمة السعادة. وابتدوا الامراء يسألوا ازاي الامير الرابع ظهر بدون القناع وفين العلامة اللي كانت في وشه. الملكة كانت في قمة الغضب بعد نزول المطر وسابت الحفل ومشي. بعدها هسو بتبص عليه وبتقول لنفسها الامير الرابع هو جوان جونج اللي هيقتل اخواته ويبقى الملك. بتحس بالخوف وابتدت ترتعش من الخوف. بتبص على الشعب هو وبيهتفلوا انه هو المنقذ. وبتقول لنفسها انا هكون السبب لقتله لاخواته وهيكون الملك لاني شلت العلامة اللي في وشه. بتقول لنفسها بس اسمه مسجل في التاريخ وانا ماليش ذنب، حتى لو انا ما عملتش كده كان هيبقى الملك ومش هقدر اغير اي شيء. بعدها بتدخل الملكة يو على الامير الاكبر وبتضربه بالقلم وبتقول له ازاي تسيب حد ياخد حاجة منك؟ انت مش كنت هتقوم باحتفال طقوس المطر؟ ليه سبته؟ بيقول لها دي غلطة وانا بشر ممكن اغلط. بتقول له مفيش مجال لاي غلط هنا. الملكة بتقول اكيد شال العلامة دي بمستحضرات التجميل، يعني اللي عمل كده واحد من سيدات البلاط. بعدها بيروح الامير الرابع وولي العهد للملك. الملك بيقول له انت انجزت عمل عظيم وانقذت البلاد. بيقول له انا رأست طقوس المطر بدل من ولي العهد، ده كل اللي عملته. ولي العهد بيقول له انا اتاخرت بسبب المتمردين وده اللي منعني من حضور حفل المطر. الملك بيقول له اظهر وشك للعالم وخليك واثق من نفسك من النهارده. عايزك تحط ايدك في ايد ولي العهد وتحسنوا امور البلاد والشعب، ابوك واثق فيك. بعدها الامير الثامن وهسو بيكونوا تحت المطر وبيقول لها انت اللي خفيت العلامه اللي على وش الامير الرابع؟ بتقول له ايوه. بيقول لها لو حد عرف بالموضوع ده هيعملوا معاكي مشكله كبيره، على كل حال انت عملتي الصح. بعدها هسو بتروح للعراف وتقول له ايه اللي حصل؟ بيقول لها سيب الامور ماشيه زي ما هي، لا انت ولا انا هنقدر نغير القدر. بتقول له يعني الامير الرابع هيقتل اخواته ويبقى الملك؟ بيقول لها زي ما قلت لك مفيش حاجه هتحصل وخليكي بعيد علشان تبقي في امان. بعدها هسو بتكون ماشيه في الجنينه وفجاه بيشدها الامير الرابع وبياخدها في حضنه. بتبعده وتقول له خضتني انا اسفه. بيقول لها ما تتاسفيش ما حصلش حاجه. بتقول له انا اتفاجئت بس. ابتدى يحكي لها الامير الرابع ان دي اول مره ينادي الملك بابوه. انا فعلا ابتديت احب نفسي والسبب في كل ده هو انت. بتقول له انا ليا عندك طلب، مهما غضب ما تقتلش حد وخلي الناس كلها تحبك. بعدها الملك بيجتمع مع مستشاره والجنرال علشان يختار امير للزواج من سون بنت الجنرال، وبيتم اختيار الامير الاصغر اللي واقع في حب هسو. الملك بيجتمع مع الامراء ويبلغهم انه هيتم ترتيب زواج الامير الاصغر من سون. وفعلا الملك بيجتمع مع الامراء ويبلغهم انه هيتم ترتيب زواج الامير الاصغر من سون بنت الجنرال. الامير الاصغر بيعترض ويقول له اديها للامير الرابع او الثامن، انا لسه صغير ومش بفكر في الزواج. الامير الثامن بيقول له انت عارف يعني تعترض على قرار الملك؟ دي ممكن يكون فيها موتك. في النهايه الامير الاصغر بيوافق على الزواج لان عقوبه عصيان الامر الملكي هي الموت. بعدها هسو بتكون ماشيه مع الخدم وبتيجي سون بنت الجنرال بتقول لها تعالي معايا. بتقول لها انت مين وعايزه مني ايه؟ بتقول لها انا اللي هتجوز الامير الاصغر ومستعده تكوني زوجته الثانيه. هسو بتبص عليها وبتستغرب وبتقول لها انت بتقولي ايه؟ بتقول لها بس تعالي معايا. وفعلا هسو بتروح معاها وبيكون الامير الاصغر قافل على نفسه الاوضه وبتلاقي الامراء بيحاولوا يفتحوا الباب. هسو بتقول له لو ما فتحتش الباب انا هزعل منك ومش هتشوفني تاني. وفعلا في اللحظه دي بيفتح الامير الاصغر الباب والكل بيندهش وبتدخل عليه الاوضه بتلاقيه بيشرب منكر. بتاخد منه البزازه وبتقول له بالطريقه دي انت مش هتقدر تغير حاجه. بيقول لها انت مش عارفه انا حاسس بايه. بتقول له انت بتحبني ودلوقتي هتتجوز وانا عارفه انك انت مش بتحبها. بيقول لها انت كنت عارفه؟ لو كده انا عايزك تبقي الزوجه الثانيه. بتقول له انا زي الفريق ما بحب الشريك. بيقول لها انا عارف ان عمرك ما حبيتيني لان في نظرك طفل. بتقول له عيش سعيد وخلي بالك من نفسك. بتسيبه بتمشي ويخرج
وراها، ويبص لسون بنت الجنرال بيقول لها يلا هنتجوز. سون بتطير من الفرح وكل الامراء بيكونوا في قمه السعاده. بعدها الامراء بيحتفلوا بزواج اخوهم الامير الاصغر، وهسو بتبص عليهم، بتبص على الامير الرابع وهو بيضحك وتتخيله هو بيقتل اخواته. بالوقت ده بتجري من الخوف وبيشوفها الامير الثامن. هسو بتقع وبيجري عليها الامير الثامن بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له خلي بالك من الامير الرابع، ما توقفش قدامه مهما حصل لانه هيقتلك. بيقول لها انت بتقولي ايه وتقصدي ايه؟ بتقول له انا عايزه امشي من هنا. الامير الثامن بيحضنها وبيقول لها اهدي. بعدها الملك بيجتمع مع الامير الرابع والامير الاكبر. الملك بيقول للامير الاكبر انت هتروح تحمي مخازن الحبوب. العراف بيقول للملك ومين اللي هيمسك امور الجيش هنا؟ بيقول له الامير الرابع اللي هيمسك امور الجيش. بعدها الامير الاكبر بيقول للعراف الملك عايز يبعدني عن هنا. العراف بيقول له لان دايما عينيك على اللي مش ليك. بيبص على العرش ويقول له بيوم هتشوف انا مكاني فين، وبيسيبه ويمشي. بعدها الملك يو والامير الاكبر بيعزموا الامير الرابع على العشاء ومعاهم الامير جون، وبيقولوا له احنا عايزين ننسى اللي فات ونفتح صفحه جديده. الملكه بتقول له انا مبسوطه اني شفتك من غير القناع، انا فخوره بيك، انت بتحب اللحمه، كلنا بنحب اللحمه شكيكي. بيرد عليها الامير الرابع وبيقول لها انا لسه بحبها. الامير الاكبر بيقول له انا هسيب سنجاب واكيد هتكون دايما قريب من ولي العهد. الامير الرابع بيقول له انا في حاجه مطلوبه مني. الملكه بتقول له اقتل ولي العهد. الامير الرابع بينصدم ومش بيرد عليها. الامير الاكبر بيقول له احنا لازم نتحد ونتخلص من ولي العهد لانه لو وصل الحكم هيقتلنا. الامير جونج بيقول لهم ولي العهد مستحيل يقتلنا. الامير الرابع بيقول للملكه يعني انت عايزه كده؟ بتقول له ايوه انا عايزك تقتل ولي العهد. بيقول لها انا موافق بس انا اللي هقعد على العرش. اكيد المهم عندك ان اي حد من اولادك يقعد على العرش ولا ليكي راي تاني؟ الملكه بتقول له انت نسيت نفسك؟ بيقول لها انت زعلت من الهزار يا حاجه؟ بتقول له ابوك بيلعب بيك. بيقول لها مستحيل، وعلى كل حال العرش قريب مني وهنشوف ايه اللي هيحصل، ويا ريت ما تطلبيش مني اجي على العشاء تاني. بعدها الامير الاكبر بيقول مش ممكن نتصالح معاه. الامير جونج بيقول لهم انتوا بتطلبوا منه على العشاء انه يقتل ولي العهد، كان لازم رد فعله يكون كده، انتوا عايزيننا نقتل بعض، وبيسيبهم ويمشي. بعدها هسو بتكون في الجنينه على البحيره وبيروح لها الامير الرابع بينادي عليها، بتشوفه بتحاول تهرب لكن بيمسكها، خليكي معايا انا محتاج لك. بتقول له انا مش عايزه انا خايفه منك. بيقول لها انت قلتي انك مش بتخافي مني. بتقول له كنت فاكره اني هغيرك، انت هتقتل الكل في النهايه. بيقول لها ما تبقيش زيهم وتقولي اني وحش وما تبعديش عني. بعدها بيديها حقنه مسكن للعضلات. حسوا بتعيط، الظاهر ان كانت الحقنه شديده شويه. بعدها بيشدها وبياخدها على الحصان. في الوقت ده بيكون شايفهم الامير ال14 بيقول ايه اللي بيحصل ده. بعدها بيروح للامير الثامن ويقول له على اللي حصل. بيقول له مستحيل، اكيد انت غلطان، ازاي سيده بلاط تخرج بره القصر؟ الامير ال14 بيقول له اكيد اكبرها ان تروح معاه، ولو اتمسكت بره القصر اكيد هيكون مصيرها الموت، يلا بينا نرجعها قبل ما حد يحس بالموضوع. بيقول له خليك انت، انا اللي هروح ارجعها. بيقول له لا انا هروح معاه. في الوقت ده بيكون الامير الرابع وهسو وصلوا على البحر. بيقول لها كانوا دايما يجبروني على الرحيل وما اعرفش ايه السبب، عمري ما قتلت حد بدون سبب حتى ولو اساء ليا، ولكن كان دفاع عن المملكه. انت عايزاني امشي؟ هسو بتقول لنفسها اكيد دي هلوسه وانا لازم ابطل خوف منه وانا اقدر اغيره. بتقول له يا ريت ما تقتلش حد وعيش سعيد بعيد عن القصر. بيقول لها انا هعمل كده بس لو هتبقي معايا. بتقول له انا سيده بلاط ما اقدرش امشي من القصر. بيقول لها وانا مش همشي من القصر. بيديها دبوس الشعر وبيقول لها ده ليكي. بتقول له انا كنت بساعدك لكن مش بحبك. بيقول لها جربي تبعدي عني. بيديها الدبوس وبيسيبها ويمشي. بعدها وهم راجعين على الحصان بيلاقوا الامير الثامن والامير ال14 في وشهم. الامير ال14 بيجري عليها. بتقول له حد عرف اني خرجت من القصر؟ بيقول لها لا. بيروح الامير ال14 علشان ياخدها من على الحصان، لكن الامير الرابع بيشد لجام الحصان ويمنعه. بيقول له انت هتعمل ايه؟ انا اللي خرجتها وانا اللي هرجعها. هسو بتقول انا هروح مع الامير الرابع، هو هيحميني ما تقلقوش. وفعلا الامير الرابع بياخدها ويمشي. بيوصلوا القصر وبيلاقوا المحظيه في وشهم. الامير الرابع بيقول لها انا اخدت هسو بره القصر وده خطأي انا. بتقول له خروج واحده من سيدات بلاط الملك معناه مواجهه الملك. بيقول لها انا المسؤول عنها وعن اللي حصل وانا واثق فيكي انك مش هتقولي لحد، وبيسيبها ويمشي. بعدها هسو بتقابل الامير الثامن. بتقول له انت زعلان مني؟ انا بس رحت مع الامير الرابع نشوف شروق الشمس، انا ما كنتش عايزه تحصل اي مشكله بسببي علشان كده قلت انا هروح مع الامير الرابع. بيقول لها انا مش زعلان، انا بس محبط، انا عايز نسيب القصر ونعيش مع بعض في سعاده، تقبلي تكوني زوجتي؟ هسو بتسكت وما بتردش عليه. بيقول لها ممكن تردي عليا؟
بيمسكها من وشها ويقول لها تتجوزيني. بعدها المحظيه بتدخل عليهم بتقول لهم ايه اللي بيحصل هنا. هسو بتقول لها انا اسفه مفيش اي حاجه. بيقول لها انت فاهمه الموضوع غلط، ممكن اشرح لك؟ بتقول له انت عارف يعني ايه تكون على علاقه مع سيده بلاط؟ هيكون عقابك قاسي لو حد عرف. بتسيبهم وتمشي. بعدها هسو بتروح وراها. المحظيه بتقول لها انت لازم تمشي من القصر معايا. بتقول لها ليه؟ بتقول لها على كل حال الدكتور قال لي لازم اسيب الخدمه هنا لاني مريضه، هاخدك معايا ونعيش في قريتي بسلام، انا خايفه عليكي. هسو بتقول لها الامير الثامن طلب مني الزواج وانا موافقه. بتقول لها انت فاكره الامير الرابع هيسيبك؟ بتقول لها الامير الثامن مستحيل يتخلى عني. بتقول لها الوعود في القصر ده كتير لكن محدش بيوفي بيها. انت عارفه مين حبيبي؟ حبيبي هو الملك، طلب مني اعيش معاه كاميره مش خدامه. بعدها كان لازم يحافظ على العرش، ازاي يتجوز واحده فقيره زيي؟ انت عارفه يعني ايه لما تنادي حبيبك بجلالتك وتزوقي النساء اللي هيتجوزها؟ قبلت وعشت جنبه لكن النهايه انا مريضه وهسيب القصر. سيبك من اللي في دماغك وامشي معايا لانك في خطر، لان الامير الرابع مش هيسمح حد ياخدك منه. هسو بتقول لها الامير الثامن هيتجوزني وهنبعد عن القصر. المحظيه بتقول لها فكري في كلامي وخلينا نبعد على القصر. تاني يوم الامير الرابع بيروح لهسو بيقول لها انا جيت اطمن عليكي وكمان هكلم المحظيه انك تاخدي اليوم راحه. بتقول له سموك ادخل انا هساعدك في عمل المكياج. وفعلا بيروح معاها. هسو بتقول له احساسك من ناحيتي بالحب ده مش حقيقي، اكيد علشان ساعدتك انك تشيل القناع. بيمسكها من ايديها وبيقول لها انا مشاعري من ناحيتك متاكد منها بس الظاهر انك عايزه تبعدي عني. بعدين بيشدها وبيمسكها من وسطها وبيقول لها انا بحبك ومش هسيبك. بيقرب منها وبيقول لها ما تخافيش انا مش هبوسك الا لما تطلبي مني. الثقه حلوه برضه. بعدها بيروح الامير الثامن لامه الملكه واخته يون علشان جوازه من هسو. بيطلب منهم الموافقه على الزواج ويعيش بعيد مع هسو. الاميره يون بتغضب وتقول له مين هيدافع عننا؟ لكن الملكه بتقول له انا اهم حاجه عندي سعادتك. بعدها بيسيبهم ويمشي. بعدها الامير الرابع بيكون مع اخوه وبيجي عليهم العراب. بيقول للامير الرابع في مشكله في القصر، حاشيه الملك وبعض العائلات القويه بيطالبوا بعزل ولي العهد لانه مش قادر يسيطر على الفساد والسرقه. في الوقت ده الملك بيقول لهم لو وافقت مين هيكون البديل؟ بيردوا عليه انه واحد بس هو الافضل لمنصب ولي العهد وهو الامير الرابع. بعدها الملك بيجتمع مع الامير الرابع وولي العهد ومعاهم العراف وبيقول للامير الرابع انت لازم تسيب القصر لان بقيت خطر على ولي العهد. بيقول له يعني انت هتكون مبسوط؟ بيقول له في مطالبات انك تكون ولي العهد واكيد الامر ده مكيده من امك الملكه يوم. بيقول له انا ماليش علاقه بالموضوع ولا طمعان في العرش. بيقول له انت لازم تمشي. في الوقت ده الامير الرابع بيفتكر كلام امه الملكه ان ابوه الملك بيلعب بيه. الملك بيقول له كان نفسي تفضل معايا هنا لكن غصب عني. بعدها الامير الرابع بيروح للملكه وبيكون في قمه الغضب. بيقول لها مش كفايه اللي عملتيه معايا طول حياتي؟ انت عايزه مني ايه؟ بتقول له انت مش قلت انك انت هتبقى الملك وانا بساعدك وهتكون الملك لكن لازم تقتل ولي العهد. بيقول لها بطلي كدب انت مش بتساعديني، انا مش عارف انت بتخططي لايه لكن مش هتوصلي لاي شيء. بتقول له ولي العهد هيموت وانا جهزت لكده والسم هيكون في الشاي واحنا كلنا متجمعين. بيقول لها وانا هفضحك. بتقول له انا هقول اني عملت كده علشانك واتفقنا على كده ولو اتكلمت هتموت. بيقول لها مش هيحصل وانا هوقف الكلام ده. بتقول له انت عارف مين هيقدم الشاي؟ هسو علشان بعدها تموت ونرتاح منها. بعدها بيتجمع الملك والملكه والامراء وكل واحد بيشرب نوع الشاي اللي بيحبه. الامير الرابع بيوقف ويقول يا ولي العهد يا ولي العهد انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. بيقول له اتكلم. بالوقت ده بتدخل عليهم هسو وبيكون معاها شاي ولي العهد. الامير الرابع بيبص عليها وهو في قمه الخوف عليها. هسو بتقدم الشاي والامير الرابع بيبص على الملكه وكمان هي بتبص عليه. هسو بتصب الشاي وولي العهد بيقول للامير الرابع اتكلم. بيقول له انا في الفتره الاخيره سببت لك مشاكل كتير، انا بطلب منك 3 مشروبات لتقويه العلاقه ما بيننا. الكل بينصدم وبيقول له بس ده شاي مش منكر. بيقول له علشانك هسكر ولا يهمك. وفعلا بيبتدي يشرب الشاي اللي فيه السم علشان ينقذ ولي العهد من الموت. بعدها ولي العهد بيقول انا مش هسمح ان اخويا يمشي من القصر. في الوقت ده ابتدى الامير الرابع يحس بالالم في بطنه وبيطلب الاذن من الملك انه يمشي وهو ماشي بيزيد عليه الالم لحد ما بيطلع الدم من بقه. الاميره يون بتقول للملك انا ليا طلب. بيقول لها بخصوص ايه؟ بتقول له بخصوص اخويا الامير الثامن. في الوقت نفسه بيروح الامير الرابع ورا هسو وهي ماشيه تسمع صوت الدم وهو نازل منه على الارض. بتبص وراها بتلاقي الامير الرابع سايل في دمه. بتجري عليه وبتقول له مالك ايه حصل لك؟ بتصرخ وبتقول حد يساعدني لكن مفيش حد بيسمعها. الامير الرابع بيقول لها اهدي انت لازم تمشي من هنا. في الوقت
الوقت ده بيكون الاميرة يون بتقول للملك بعد ما شفت مشاعر الامير الرابع ناحية ولي العهد انا عايزة اطلب 3 مشروبات لتقوية العلاقة مع اخويا الامير الثامن وبعدها لي طلب. الملك بيضحك وبيقول لها ايه طلبك؟ بيقول للملكة ام الامير الثامن انا ابتديت احس بالخوف. الملكة بتقول له هم اخوات وبيحبوا بعض واكيد طلبها في مصلحة اخوها الامير الثامن. وفعلا بتبتدي تصب الشاي والملكة يو بتكون في قمة الخوف لانها عارفة الشاي فيه سم. الاميرة يون بتقول له جلالتك مر وقت طويل واخويا الامير الثامن ارمل وطلبي انه يتجوز. الامير الثامن بيتوتر والملك بينادي عليه ويقول له ايه رايك؟ الامير الثامن بيقول له جلالتك في واحده في جوري وانا نفسي اتجوزها. الملك بيقول له مفيش سبب للرفض انا موافق. بيقول له شكرا على كرم جلالتك. بتبتدي الاميره يو تشرب الشاي والملكه يو بتبص عليها. بعدها بتقع الاميره على الارض الكل بينصدم ويصرخ من الخوف عليها. بتقوم الملكه وتقول الشاي فيه سم نادوا الطبيب. الاميره يون بتقول لهم الحقوا الامير الرابع هو كمان شرب من الشاي. بيغمى عليها وينزل الدم من بقها. في الوقت ده بتكون هسو لسه مع الامير الرابع وبتصرخ علشان حد يساعدها. بيوصل الامير ال14 وبتقول له مش بيرد هيموت ايه حصل له؟ بيقول لها تسمم. بيوصل ولي العهد والعراف والامراء وافراد الحرس والعراف بيمسك ايد الامير الرابع وبيقول لهم لسه عنده نبض. ولي العهد بيقول لهم خدوه على الطبيب حالا وفعلا بيشيلوه وبيجروا بيها على الدكتور. العراف بيوقف هسو والامير وون بيقول هي اللي جابت الشاي. الامير ال14 بيقول لهم مستحيل يكون هي اللي حطت السم. الامير وون بيقول اقبضوا عليها وفعلا الحرس بيقبضوا عليها. والعراف بيقول سيدة البلاط هسو متهمة باغتيال ولي العهد والامير الرابع. بعدها الحرس بيروحوا مكان سيدات البلاط ويبتدوا يدوروا على المكان اللي مخبيين فيه السم. بالوقت ده المحظية بتقول للخدم شوفوا لي نان هي المفروض اللي تقدم الشاي ليه خلت هسو هي اللي تقدمه؟ الخدامة بتقول لها دورنا عليها في القصر كله لكن ما لهاش اي اثر. المحظية بتبص عليها وبتسكت. بعدها الوزير والحرس بيلاقوا السم في قصر دايمون مكان اقامة الخدم. بعدها الدكتور بيكون مع الاميرة يون وبيكون امها الملكة واخوها الامير الثامن معاها وبيكونوا في قمة الخوف عليها. الطبيب بيقول لهم ما تقلقوش الاميرة يون هتكون كويسة هي شربت كمية صغيرة مش زي الامير الرابع كمية كبيرة هتفوق بمجرد ما الدواء يبدأ مفعوله في جسمها. الملكة بتحس بدوخة والامير الثامن بيقول لها انت محتاجة للراحة. الامير الثامن بيقول للطبيب خلي بالك منها ولو في اي شيء نادي عليا وبياخد ام الملكة علشان ترتاح. وبمجرد خروج الملكة والامير الثامن الاميرة يون بتفتح عينيها وتقوم. الدكتور بينصدم بتقول له مالك انت خف؟ بيقول لها لا سموك انا في قمة السعادة انك بخير. بتقول له انا عارفة انك عارف انا ما شربتش السم لانك شفتني انا وبتظاهر بشرب الشاي وعضيت على شفايفي ونزل من بق الدم. بيقول لها انا مش فاهم حاجة ازاي؟ بتقول له مفيش حد هيصدق ان اميرة هتتعمد تشرب السم علشان كده فكر كويس قبل ما تفتح بقك لانك لو فتحت بقك واتكلمت هتموت. بيسكت وبينحني قدامها يقدم لها التحية الملكية. بعدها ولي العهد والامير ال14 والعراف موجودين مع الدكتور اللي بيعالج الامير الرابع. العراف بيقول بق واحد يكفي انه يموت اي بني ادم لكن الامير الرابع قوي وعود جسمه على مقاومة السموم. الامير ال14 بيقول ليه الامور السيئة بتحصل لهسه بس انا كنت خايف ان الامير الرابع يموت المرة دي. ولي العهد بيقول له انا كنت الهدف في المحاولة دي انا اخوه الكبير اللي دايما احطه مكاني في مواجهة الموت انا مكسوف ابص في عينه. العراف بيقول لهم اكيد الامير الرابع عرف ان الشاي مسمم من اول بق شربه لكن الغريب انه كمل الشرب وما تكلمش مستحيل يكون عايز يموت نفسه. الامير ال14 بيقول لو فكرت في الموضوع هتلاقي علامات استفهام كتيرة ومحتاجة لتفسير. فجأة طلب يشرب 3 كؤوس نخب ولي العهد واكيد كان عارف انه تسمم من المشروب ومع ذلك طلب انه يمشي. العراف بيقول اكيد كان عارف مين الجاني. ولي العهد بيقول مين هم دول اللي ضحى بحياته علشان يداري عليهم. بعدها الامير الثامن بيروح لهسه في السجن واول ما بيشوفها بيمسك ايديها. بتقول له سمو الامير عامل ايه الامير الرابع؟ بيسيب ايديها. بتقول له هو بخير صح مش ممكن يموت بالسهولة دي انا عارفة انه قوي. بيقول لها هو بخير لانه عنده قدرة كبيرة على مقاومة السموم وكمان عطوه الدواء وهو بخير. بيقول لها انت لازم تفكري في نفسك انت متهمة انك حطيت السم في الشاي. بتقول له انا ما عملتش كده ولا اعرف اي شيء. بيقول لها انا عارف بس ما فيش شيء يثبت براءة وهيطلبوا منك تدليهم على اللي طلب منك كده وكمان هيعذبوك وحتى لو حصل انت لازم تخرجي من الموضوع ده انا هساعدك واخرجك من هنا ما تستسلميش انا مش هسمح ليهم يستغلوني في توريط شخص تاني ما تقلقش انا مستعدة لاي شيء. بعدها ولي العهد والعراف بيروحوا للملك بيقول لهم هسه هيتحكم عليها بالاعدام. ولي العهد بيقول له بس هي ما عملتش اي شيء. العراف بيقول له ولي العهد تفتكر انها تقدر تتحمل التعذيب
التعذيب؟ اكيد لا. وكمان هيكون الشهود الزور جاهزين، انت هتكون في خطر كمان. كمان اكيد عارفين بمرضك. ولي العهد بيقول له حتى لو كان زي ما بتقول انا ما اقدرش انه حد يموت بسببي. ولي العهد بيقول للملك الافضل انك تتخلى عني. بيقول له بلاش كلام فاضي. ولي العهد بيقول له انت لو عينت ولي عهد جديد كل المؤامرات دي هتختفي، اعمالي الصالحه بدات تختفي، ليه اصرارك اني اكون مكانك؟ بيقول له انت ابن الاول واخواتك اتولدوا وانا ملك، انا وانت حاربنا مع بعض ودافعنا عن بعض، انت ابني وتابع ليا من قبل ما اكون الملك، عايز كل شيء يكون ليك انت، فاهم مشاعر ابوك. بعدها الامير الرابع بيكون مع الامير ال14 وبيكون عايز يروح لهسه. اخوه الامير ال14 بيقول له خطر عليك انك تتحرك، بيقول له البنت لوحدها. فجأة بيدخل عليهم الامير الثامن بيقول للامير الرابع الوزير بيقول ان هسه استغلت كرم ولي العهد معاها وكانت عايزه تقتلك بالسم. بيقول له ده ما حصلش. الامير الثامن بيقول له الكل يعرف ان الكلام ده مش صحيح بس مفيش مفر من الامر ده. بيقول له كان عليا من الاول اني ابعد هسه عنك. الامير الرابع بيقول له في شيء مهم لازم اقول لك عليه، وبيقول للامير ال14 سيبنا لوحدنا. الامير الرابع بيقول للامير الثامن ام الملكه هي اللي حطت السم في الشاي وقالت لي كده بنفسها. الامير الثامن بيقول له يعني انت شربت السم علشان امك زي ما قتلت رهبان المعبد قبل كده علشان تحميها. بيقول له انا عملت كده علشان احمي هسه وولي العهد. بيقول له انت عملت كده علشان هسه؟ بيقول له انا شربت السم وخرجت علشان ما حدش يكتشفه، ولولا ما الاميره يون شربته ما كانش حد عرف اي شيء، انا ما قدرتش اقول لحد عن موضوع السم ده. امي قالت هي حضرت لكل شيء وانا عايزك تقول ان الملكه يو ورا الموضوع ده وانت اكتر واحد هتقدر توقف جنب هسه. بيرد عليه ويقول له انا هلاقي الدليل. بعدها الامير الرابع بيروح لهسه في السجن بيلاقيها على الارض من كتر التعذيب وهدومها كلها دم. هسه بتبص عليه بتقول له انا كنت عارفه انك مش هتموت. بيقول لها اكيد محتاجين يعملوا اكتر من كده علشان اموت. بتقول له انت كنت عارف ان الشاي مسموم وشربته علشان كنت عارف انهم هيشتبهوا فيا. بيقول لها مش صحيح، انا مش راجل مثير للشفقه علشان اشرب السم علشان بنت. بتقول له طيب ليه عملت كده؟ كنت فاكر ان مشاعري هتتغير من ناحيتك؟ بيسكت ويحط راسه في الارض. هسه بتقول لنفسها ايه انا بالنسبه له علشان يعمل كده ويحط نفسه ما بين الحياه والموت؟ لو كنت عملت كده علشاني مستحيل اقدر اتخلى عنك. الامير الرابع بيقول لها ما تهربيش، انت استاذه في عمل المشاكل، احنا الاتنين خططنا للخدمه وعدم الموت علشان كده هنتقابل قريب. بتقول له انا مش عارفه اعمل ايه معاك. بيقول لها وانت كمان. بتقول له اسمع كلام الدكتور وخد العلاج. بيقول لها دايما محاضرات. هسه دموعها بتنزل وهو بينزل دماغه في الارض وبيسيبها ويمشي ويعنيه بتكون مليانه بالدموع والاصرار على انقاذها من الموت. بعدها بيكون الامير الثامن ماشي ورا الخدامه وبتقابل واحده مخبيه وشها بالكامل. بيشوفها وهي بتديها حاجه في ايديها. في الوقت ده بيخلع دبوس الشعر من على دماغه ويمسك الخدامه من رقبتها. بتقول له ارجوك ما تقتلنيش. بيقول لها لو قلت الحقيقه مش هتموت، وبينادي على الشخص المستخبي وبيقول لها اخرجي ولا هتسيبيها تموت، لو ما خرجتيش هجيب حراس القصر يخرجوكي. وفعلا بتخرج وتكشف عن وشها. تفتكر يكون مين شكيكي؟ اخته الاميره يون. في الوقت ده بينصدم وبيسيب الخدامه. الخدامه بتجري عليها والاميره يون بتقول له ايوه انا. بيقول لها ليه انت ازاي هنا؟ بتقول له السبب مهم ولازم تقول للملك انك عملت كده علشان تنقذ هسه. بيقول لها لو حد عرف بانك متورطه في الموضوع ده عيلتنا هتكون من الخونه. بتقول له عارفه وكمان هيعدموني وينفوا امي. الامير الثامن بيصرخ ويقول لها انت ليه عملت كده؟ بتقول له كنت عايزاك تفوق وتبقى الملك لكن اتخليت عن العرش بسبب هسه الخدامه. بيقول لها انا مش عايز ابقى الملك. بتقول له لا انت عايز، وشفت ده في عينيك لما الناس كانت بتهتف للامير الرابع في احتفال طقوس المطر، شفت ده بعينيا، انت عايز تبقى الملك. في الوقت ده بيرمي الدبوس على الخدامه بيموتها. معلش شكيكي هعديها تموت بالدبوس، حسستني ان ضربها بفاس. الاميره يون بتنصدم من قتله للخدامه وبتبص عليه. بيقول لها انت عارفه اني ما اقدرش اتخلى عنك او عن امي، ومن دلوقتي انت مش اخت، انت مدانه وانا كمان مدان. بتقول له انا لازم اوصلك للعرش حتى لو هموت. بيقول لها اعملي اللي انت تتمنيه ليا وبيسيبها ويمشي. بعدها الامير الرابع بيروح للملك. الملك بيقول له مهما تعمل مش هتغير قراري، جريمتها كبيره. بيقول له جلالتك دايما كنت عادل لكن استجوابك المره دي كان سيء جدا والكل شاف انها مذنبه. انت بتحاول تستغل هسه لحمايه ولي العهد. بيقول له انا بحمي البلاد كلها وبستغل حياه صغيره علشان انقذ حياه كبيره. بيقول له انا شايف واحد بيحمي ابنه وعرشه بروح بريئه. الملك بيتنرفز ويقول له انت انت عايز تموت؟ كنت فاكر انك سيف مصنوع كويس لكن كنت غلطان.
سلطان. بيقول له لازم الملك يكون عادل علشان يستخدم السيف صح، لو جيتني تاني هموتك، واي حد هيكلمني عن هسه هقتله. بيقول له جلالتك، لكن بينفض له وبص في كراسة الرسم. بعدها الامير الثامن بيروح للمحظية، بتقول له ما افتكرش تكون جاي تشرب شاي. بيقول لها انت اخر امل ليا في الطلب اللي انا جاي علشان. بيقول لها دفعي عن هسه، انا متاكد انك تقدري تغيري راي الملك. بتقول له انا ما اقدرش استغل علاقتي القريبه من الملك واطلب منه شيء زي ده. بيقول لها يعني هتسيبيها تتشنق؟ انا عارف ان مشاعرك ناحيتها مشاعر ام لبنتها، علشان كده كنت خايفه عليها مني. بتقول له ليه انت ما تدافعش عنها؟ قلت انك بتحبها، ولو هتموت مش هتسيبها، يبقى انت اللي تدافع عنها مش انا. ولا الملكه والاميره منعوك من كده. افتكر ان الامر ليه علاقه بالعرش، ده الشيء الوحيد اللي بيخلي رجال المملكه جبناء. بيقول لها سيده بتقول له هيجي اليوم اللي تندم انك كنت جبان وتخليت عنها. انا هقابل الملك واتكلم معاه، لان هسه زي بنت، اما انت ما تقدرش تنقذ اي حد. بعدها بتروح المحظيه للملك وتقدم له الشاي، وبتقعد وما بتتكلمش. بيقول لها قولي اي حاجه بس يكون بعيد عن هسه. بتقول له انا سممت الشاي لولي العهد لان خسرت طفلي، وشفت الامراء كبروا قدامي وحسدتهم على وراثه العرش، فقلت انتقم منهم. بيقول لها قلت لك ما تحاوليش تنقذي البنت دي. بتقول له وانت ليه بتتهم بنت بريئه؟ انا هعترف بجرايمي وسيب هسه. بيقول لها انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. المحظيه بتخرج قماشه بيضه عليها دم، وبتقول له قبل 10 سنين واحد عالي المكانه بعت لي الشاي، كان من المفترض انه بيساعدني على انه يشفيني من مرض، علشان كده كنت اشرب منه كل يوم، وقبل ما يمر 7 ايام خسرت طفلي جلالتك بسبب كوبايه شاي عملها الشخص نفسه، علشان كده انا مش مستعده اني اخسر هسه اللي في مقام بنتي مره تانية. بيقول لها هسه مش بنتك، وبعدين ايه دليلك ان الملكه يو هي اللي ورا المؤامره دي؟ بتقول له يعني انت هتتجاهل الموضوع كمان المره دي؟ انا هموت قريب. بيقول لها سيونا، وشكله ده اسم الدلع بتاعها. بتقول له انا من يومين ما اكلتش لان معدتي ما تقدرش تهضم الاكل، ورحت للدكتور وقال لي عندك سرطان في المعده. انا عارفه انك هتقتل هسه علشان تحمي ولي العهد، ولكن ما اقدرش اخسر بنتي علشان الملكه يو. ارجوك سعيد، ده طلبي الاخير. بيقول لها انت دلوقتي عايزه تسيبيني وتبعدي؟ بعدها بيجي الحرس ومعاهم هسه لتنفيذ حكم الاعدام. هسه بتقول لنفسها فين الامير الثامن علشان ينقذني، ولكن مش بتلاقي غير الامير الرابع. بيجري عليها والحرس بيرفعوا عليه السيوف. بيقول لها اتحركي، وبيبتدي يضرب في الحرس وبياخد هسه منهم. بيقول للحرس هي هتمشي معايا. بيقول لها اتحركي، انت لازم تشوفيني وانا بموتهم علشان تتحركي. بالوقت ده العراف بيجري عليهم ويقول لهم امر ملكي، امر ملكي. الكل بيبص عليه وبيقول لهم تم الغاء حكم الاعدام وعرفنا المجرم الحقيقي. بعدها هسه بيغمى عليها وبيمسكها الامير الرابع. بعدها بتيجي المحظيه والحرس وبيقولوا لها ان تم الحكم عليها بالاعدام بسبب محاولتها اغتيال ولي العهد. بتقول له وانا قبلت بالحكم. هسه بتجري عليها وبتقول لها ايه اللي بيقولوه ده؟ بتقول لها انا حطيت السم في الشاي لولي العهد. بتقول لها كده. بتقول لها انا اسفه لانهم لفقوا التهمه ليك. هسه بتشدها لجوه والحرس بيتحركوا، ولكن الامير الرابع بيقول لهم سيبوها. بيوصلوا عند الفتحه اللي في الجبل علشان تهربها. بتقول لها قفلوها. هسه بتقول لها نفتحها. هسه بتحاول تفتحها والمحظيه دموعها بتنزل. المحظيه بتشد هسه وتقول لها كفايه. هسه بتقول لها انت هتموتي نفسك علشاني. بيحضنوا بعض والدموع بتنزل من عينيه، والمحظيه بتقول لها خلي بالك من نفسك وعيشي سعيد. بعدها هسه بتروح على ساحه القصر وتعترض على قرار الملك وتطلب منه انه يرجع في قراره لان سيده البلاط بريئه. الامير الثامن بيسمع هسه وهي بتتوسل وتنادي على الملك في الساحه وبيجري علشان يروح لها، لكن ام الملكه والاخت يون بيوقفوه. الملكه بتقول له ارجع مش هتقدر تساعدها. بيقول لها ما اقدرش اسيبها كده. الملكه بتقول له انا سبتك تعمل اللي عايزه، بس المره دي مش هسيبك على جثتي تروح لها. هسه بتكون لسه قاعده في ساحه القصر بتطلب العفو عن السيده لانها بريئه والمطر نازل عليه. الامير ال14 والامير جونج وولي العهد بيدعموا موقف هسه وينزلوا الساحه تحت المطر. الامير الثامن بيروح لهسه بتشوفه وتبتسم، ولكن بيرجع ويتخلى عنه. بتحزن وتنزل وشها في الارض. بتقول له ليه؟ وفجاه واحد بيضلل عليها من المطر. بتبص تلاقيه الامير الرابع، وهنا بيتم اعدام المحظيه اللي ضحت بحياتها علشان هسه. الملك بيحزن على حب عمره، وهسه بتنهار والامير الرابع بياخدها في حضنه. وتبدا احداث اليوم مع ارسال الملك الامير الرابع كمبعوث لمنطقه جين، وبيطلب منه يعرف نقاط القوه والضعف في قوتهم. العراف بيقول له لكن ده هيكون خطر. الامير الرابع بيقول له انا هعمل اللي امرت بيه. العراف بيبص عليه ويستغرب. الملك بيقول له يعني انت مش هتعترض؟ بيقول له ما اقدرش اعترض على امر ملك وهمشي من سونجاك زي ما امرتني. على كل حال هسه ملهاش مكان تروح ليه غير قصر داميون، ارجوك ارحمها وافهم موقفها. الملك بيقول له انت لسه في صفها
بتحبها وبتدافع عنها، بيقول له هي شخص ما ينفعش اتخلى عنه، انا هعمل بجد كمبعوث لجين. بعدها بيسيبهم ويمشي. بعد خروج الامير الرابع، الملك بيقول للعراف اخلص من هسه. بيقول له عفوا، بيقول له وديها مكان محدش من الامراء يقدر يشوفها تاني، لو هو مش قادر يتخلص منها ابوه هيساعده. بعدها العراف بيروح عند هسه، واول ما بيدخل عليها بيقول عندها كبرياء ملكة، على اي حال نجمتها لم تولد تحت نجمة الملكة. بتقول له هل هو حظ كويس ولا وحش؟ بيبص عليها، انا سألت عن اللي حاصل فيا، هي ماتت لما قابلت واحدة زيي، ده حظ سيء. بيقول لها ماتت بدون ضغينة او حقد، هي سابت الدنيا وهي محظوظة جدا، لازم تصدقي ده، لازم تسيبي دميون، وصدرت اوامر انك ما تودعيش الامراء ولا تقربي منهم. بتقول له فين اروح وايه المكان اللي هروحه وما يقدروش لا يشوفوني ولا اشوفهم فيه. بعدها الامير الرابع بيكون في غرفته بيجهز اغراضه للسفر. في الوقت ده بتدخل عليه هسو، بيبص عليها وتبص عليه، واجمل ابتسامة بتترسم على وشهم رغم الالم والظروف الصعبة. بعدها بيخرجوا ويتمشوا مع بعض. بيقول لها عاملة ايه؟ قادرة تتحملي الظروف اللي انت فيها؟ بتقول له انا متأكدة اني هنسى كل شيء في اقرب وقت. بيقول لها اتمنى انك تنسي في اسرع وقت، كل ما كانت الظروف صعبة كل ما يكون نسيانها اصعب. بتقول له وانت كمان لازم تنسى وحالا. بيقول لها ما تقوليش كده، انتظريني في قصر داميون لحد ما ارجع. بتقول له انا مش هنتظرك، وبترجع له دبوس الشعر بتاعه. كل اللي حصل لك علشان حاولت تساعدني، افتكر اول مرة كنت في قمة السعادة علشان هتعيش في القصر وما كنتش عايز تمشي، لكن دلوقتي مضطر لكده، وكل ده بسببي. ودلوقتي من فضلك اتعلم الفرق ما بين الصداقة والحب، لانك لو فكرت في شخص واحد هيكون صعب عليك تنساه. بيقول لها الحظ السيء هيكون دايما حليفك لو فضلت معايا، لانه بيحصل لكل شخص قريب مني. بيمسكها من وسطها ويشدها عليه، وبالرغم من اللي قلته كله انا مش هسيبك، لان الوش ده الكل بيقول عنه لعنة. بيكون عايز يحط لها قطرة في عينيها لكن بترفض. بيقول لها غبية، قلتلك اني مش هعمل كده الا باذنك في الاول. بيسيب وسطها وبعدها بيخطف بوسة سريعة. بيضحك ويقول لها ضحكت عليكي، انا هاخد الدبوس ده علشان حظي يبقى كويس، هرجع لك قريب. وبيسيبها ويمشي. بتقول في نفسها مش هنتظرك بالرغم من انك ضحيت بحياتك علشاني، وبالرغم من انك قلت اني ملكك ما اقدرش استناك، انا بخاف اكتر واكتر كل ما نتقابل، انا عارفة ان مشاعري لواحد تاني، وبالرغم من كده ليه مش قادرة ابعد عنك او اتجاهلك. بعدها الامير الرابع بيستعد للرحيل لمنطقة جين، وقبل ما يركب الحصان بيلبس القناع من تاني ويبدأ رحلته. في الوقت نفسه بتكون هسه مع العراف علشان هي كمان تمشي من القصر. بعدها الامير ال14 بيكون بيجري على الامير الثامن وبيقول له مشيت، مش موجودة في قصر داميون، تعتقد انهم طردوها. الامير الثامن بيجري ويروح على غرفتها ولكن مش بيلاقي حد، بيقعد على الارض وبيصرخ وينادي باسمها. بعدها الملكة والاميرة يون بيكونوا قاعدين مع بعض. الملكة بتقول لها في واحدة كانت مزعجة قوي خسرت حياتها، انت اللي عملتي فيها كده. بتقول لها انا واثقة ان انت اللي كنت عايزة تتخلصي منها. بتقول لها كل ما اشوفك احس انك بنتي اللي حملت فيها وولدتها. تقول لها الكلام ده مش صحيح ومش هيحصل، انا افتكرت انهم اتهموا امي انها تسببت في اجهاض سيدة البلاط اللي بيحبها الملك، ونفوا امي بسبب كده، واللي عمل كده انت، واللي قتلها كمان. مستحيل اكون قريبة من واحدة زيك لانك ممكن تتكشفي في اي لحظة ويطردوكي من هنا. الملكة بتضحك، بتقول لها انت معايا في نفس المركب. بتقول لها انا شربت السم بايدي، مين اللي هيشك فيا؟ كمان كل اللي يعرفوا او حرضوا على الموضوع مشيوا من القصر، انت لوحدك دلوقتي جلالتك. وبتسيبها وتمشي. بيجي الامير الاكبر لامه الملكة وبيقول لها الاميرة يون مختلفة، عرفتي ليه انا بحبها؟ بتقول له دي خطيرة جدا، عندها طموح يفوق طموح اي راجل، خليك بعيد عنها. بيقول لها خطرها بيخلي الموضوع ممتع. بتقول له قابلت عمك وانج شيك؟ بيقول لها عمي وافق على مساعدتي في اي شيء وفي اي وقت، انت هتبقي الملكة الام. بتقول له مش هيساعدك بدون مقابل. ايه المقابل؟ انه سوكيونج تكون العاصمة. بعد مرور عام من الاحداث العصيبة بيجي الامير الثالث ويقابله الامير ال14 والامير الثامن. الامير الثامن بيقول له في عائلات كتيرة من القرى ما جاتش للبلاط، هو في حاجة بتحصل؟ الامير الاكبر بيقول له الملك هيقول الوصايا العشرة قبل موته، ومن الممكن يختار الابن الثاني يكون الملك بدل من الابن الاول، في احتمال كبير انه يختارني اني اكون الملك. الامير وانج بيقول له مش مصدق. الامير الاكبر بيقول له عملت ايه؟ عرفت انك خلصت على القراصنة، ليه مش بتزور امي؟ هي زعلانة قوي. بيقول له قول لها اني عايش كويس ومفيش داعي انها تقلق عليا، انت كفاية عليها ولا ايه؟ بيقول له خلي بالك من طريقة كلامك، من ساعة ما ابتديت تمشي مع الامير الثامن اتغيرت كتير. وبيسيبهم يمشي. بعدها بيكون الامير
الامير ال14 مع البنت اللي بيحبها وهي اللي بتكون بتتدرب وكان هدفها الانتقام وقتل الملك. الامير بيقول لها انت ليه بتتدربي وتصوبي بالطريقه دي؟ ما يعرفش انها بتتدرب وتتخيل الطريقه اللي هتقتل بيها الملك في حفل الوصايا العشرة. بيقول لها للمره الثانيه اخطأت، لازم تحركي السيف، تدريبك بالطريقه دي هيحرجك في الحفله. بتقول له نجرب تاني. بيقول لها لا، بصي على شفايفي وارمي من كتر الكلام ومساعدتك. بتتكسف وتبص في الارض. بيقول لها الاكل اكيد جهز والسيده في انتظاري. بتقول له انت متجوز؟ بيقول لها ليه؟ انت هتزعلي لو كنت متجوز؟ بتقول له ليه ازعل؟ الموضوع كله ما يهمنيش. بتقول له انت متجوز من زمان وعندك اولاد؟ بيبتسم ويقول لها طيب الموضوع ده من 20 سنه وكمان عندي ابن جميل، امي منتظره لازم امشي. بتقول له انت بتهزر معايا؟ انت مش خايف مني؟ بيقول لها ضحكت عليكي وبتجري وراه. بيرجع لها ويقول لها اتدربي كويس لكن خلي بالك من نفسي، اوكي؟ بتقول له اوكي وبيسيبها ويمشي. بعدها الامير الاكبر بيروح للاميره يون وبيقعد معاها، بتقدم له الشاي وبيقدم لها علبه، بتاخد العلبه وبياخد الشاي. بتفتح العلبه بتلاقي فيها فيل. بهزر يا شكيكي، بتلاقي فيها خاتم. بيقول لها بمجرد ما اوصل العرش هطلق مراتي واخليكي الملكه. بتقول له ابو مراتك وزير الحزب اليساري بارك يونغ، انت فاكر اني هصدقك انك تتخلص من واحد دايما بيساعدك؟ وبتحط الخاتم مكانه على الترابيزه. بيقول لها انا محتاج لدعمه قبل ما اكون الملك، اما بعد كده هيكون عبء عليا ولازم اتخلص منه. بيمسك ايديها ويلبسها الخاتم وبيقول لها انا بعرف كويس نقطه ضعف الناس، انت مش شايفه ان احنا مناسبين لبعض؟ بيدخل عليهم الامير الثامن بيقول له انت بتزورني كتير الايام دي وده ممكن يخلي الناس تتكلم، احنا مختلفين تماما. بيقول له ما تقلقش، انا مش جاي ليك، انا جاي علشان يون، وعندنا قضيه ال10 تعليمات اللي هيسيبها لنا الملك. ايه رايك لو نهجم على الملك دلوقتي بدل الانتظار؟ الامير الثامن بيبص عليه وينصدم. بيقول له هتبقى مشكله لو ولي العهد وصل العرش. بيقول له انا مستحيل اعمل شيء غير اخلاقي، ازاي الابن يقتل ابوه؟ بيقول له الاب مستعد يقتل ابنه، ليه ابنه ما يعملش كده؟ بيضحك وبيقول له كنت بهزر معاك، ما تنساش وعدك ليا انك هتدعمني انا مش ولي العهد. بيقول له اكيد. الامير الاكبر بيسيبهم ويمشي والاميره يون بتقول له انا مش فاهماك، بدل ما تدعمه ليه انت ما تبقاش الملك؟ ليه بتتصرف وكانك ظله او تابع ليه؟ بيقول لها انا لو خرجت ولي العهد دلوقتي هبقى خاين حتى وانا على العرش، ولكن الخاين لما يقتل الخاين هيبقى بطل، علشان كده افضل شيء اني افضل جنب الملكه يو وتابع ليها. بتقول له لو الامير الاكبر خانك؟ بيقول لها تقدري تساعدين. بتقول له ايه؟ بيقول لها الخاتم لايق عليك. بتقول له تقصد اني هبقى رهينه؟ بيقول لها زميله تبعه، اللي يعجبك، انت مديونه ليا بالكتير علشان كده لازم تخاطري. بيسيبها ويمشي وبيروح لها السوق. بيقول لها رجلك لسه بتوجعك؟ سمعت انهم بعتولك الدواء. بتقول له انا بخير. بيقول لها انت لسه زعلانه مني، انت بتكرهيني. بتقول له اشتقت لك. بيقول لها انا ما كنتش اقدر اوعدك باي شيء علشان كده ما قدرتش اجيلك، لاني بقيت ماليش فايده، لاني ما قدرتش اساعدك في اي شيء. بتقول له بالرغم من كل ده وحشتني. بيقول لها انا ما اقدرش ارجعك لان الملك زعلان جدا على السيده او ما قدرتش اقول له على الزواج مني. بتقول له انت اشتقت ليا ولو لمره؟ بيقول لها كل يوم اشتقت ليك في كل لحظه. بتقول له ده كل اللي محتاجه ليه، ده كفايه عليا. بيقول لها الامور هتبقى تمام. بيقول لها لما اكون في منصب اكبر. بتقول له ما تتعبش نفسك علشاني وما تعرضش نفسك للخطر، انا شفت بما فيه الكفايه. بيقول لها ارجوك ما تاذيش نفسك وما تخلينيش احس بالاسف اكتر من اللي انا فيه. وبيسيبها ويمشي. بعدها بيكون الامير الرابع راجع من رحلته وبيوصل عند الملك وبيكون العراف والجنرال بارك موجودين. الملك بيقول له ايه الاوضاع في جين؟ بيقول له هو وابن اخوه ماسكين القياده حاليا والظاهر انهم هيشنوا الحرب على ختان علشان الاراضي، كمان في خلافات كتير على وريث العرش. ما اعتقدش انهم هينجحوا، ده معناه ان ختان هيبدا في السيطره. طيب انا هروح ختان المره دي. بيقول له انا مش عايز. بيقول له مش عايز؟ بيقول له انت كسرت وعدك ليا بعد ما مشيت علشان كده مش هنفذ امرك. بيقول له انت لسه مشاعرك ناحيتها ما اتغيرتش؟ لازم الملك يكون قادر يتخلص من اي شخص علشان عيلته وامته، انت المفروض تشكرني علشان خلصتك منها. بيقول له انا مش الملك ومش هكون، لو عايز تحافظ على حليف واحد علشان ولي العهد ما تضيقش الخناق عليا، انا هعيش زي اي شخص عادي. وبيسيبه ويمشي. الملك بينادي عليه لكن مش بيرد عليه ويمشي. في الوقت ده الملك بحس بالتعب نتيجه العصبيه مع الامير الرابع. الجنرال بارك بيقول له الاطفال بيفتكروا انهم كبروا وبيتصرفوا بدون اذن، ما تزعلش نفسك انت كده هتتعب. الملك بيضحك ويقول كان لازم يجيني في الاول. الجنرال بينصدم ويقول له عفوا. الملك بيقول له دلوقتي الامير الرابع مش هيخسر اي معركه مهما كان اللي بيواجهه، لازم يكون
في مستوى الغضب ده علشان اغمض عيوني بسلام. العراف بيقول له نجمك لسه عالي في السماء، ليه بتقول كده؟ بيقول له في حاجات تعرفها عن نفسك اكتر من النجوم تعرفها، لازم تجهزوا نفسكم كلكم. بعدها هسو بتكون بتنشر الغسيل وبتسمع الامير الرابع بيقول انت ما بتسمعيش الكلام، قلت لك انتظريني في قصر داميون، ورغم كده شغلك في الاعمال الشاقه ملائم اكتر من سيدة بلاط. وهنا بيظهر ويحضنها بيقول لها وحشتيني، بتقول له مش لازم تكون هنا واعمل نفسك ما شفتنيش. بتمشي بيشدها من ايديها، بتبص عليه بتلاقيه لابس القناع، وهو بيبص على ايديها بيلاقيها منهكه من الشغل. بيقول لها زي ما انت جميله. بتقول له ليه غطيت وشك تاني؟ انت نسيت ازاي تعمل المكياج؟ انت بتكره القناع ده، ليه لبسته تاني؟ بيقلق القناع بتلاقيه عامل المكياج. بيقول لها انا ما شلتوش علشان مش عايز انساك ولو للحظه، كنت مصمم ارجع واشوفك تاني. بتقول له انا مش سيدة بلاط، انا خدامه، انا دلوقتي مش من مستواك، انا دلوقتي كويسه كده كفايه. بتاخد سله الغسيل وتسيبه وتمشي. بيجري عليها ويقول لها هسو. بتقول له ارجوك امشي. بيقول لها انت مش لازم تكوني هنا، يلا بينا نمشي. بيشدها من ايديها لكنها بتصرخ سيبني لوحدي. بيبص عليها وبينصدم. بتقول له انا هنا بس علشان ما اقدرش اعيش او اموت، السيده ماتت بسببي، والحياه المخيفه في كل زاويه جوه القصر، كل ده هقدر انساه لو هلكت جسمي في الشغل. دموعها بتنزل وبتقول له انت اكتر شخص انا عايزه ابعد عنه. بينصدم. بتقول له لما شفتك افتكرت كل شيء عايزه انساه، قلبي ابتدى يدق بسرعه، خايفه حاجه تحصل، كل ما اكون معاك بكون في قمه الخوف والتوتر. بعد كل ده عايزني اجي معاك؟ انت عايز تقتلني؟ امشي لو سمحت، انا عايشه كويس، عيش بسلام واوعى تكره حد وانسى كل شيء. تسيبه وتمشي. بعدها الملك بيكون تعبان والدكتور بيكشف عليه وملامحه بتتغير. بيقول له ما تقلقش انا عارف حالتي كويس. العراف بيستغرب ويحط راسه في الارض. العراف بيصب الشاي للملك، بيقول له ده شيء جديد من قصر داميون. بيقول له مفيش حاجه هتفيد ومش عايز اي شيء. بيقول له سيدة بلاط جديده صنعته، على الاقل جربه. الملك بيبص عليه وبيبدا يشرب الشاي. اول ما بيشربه بيقول له البنت دي هي اللي عملته. بيقول له سامحني، كل غرضي انك تستعيد شهيتك، انا اسف جلالتك. بيقول له ابعتها لي. في نفس الوقت بتروح الاميره يون للامير الرابع وبتطلب منه انه يتجوزها. بيقول لها انا اللي سمعته ده صحيح؟ بتقول له ايوه. بعدها هسه بتوصل عند الملك، بتبص عليه وبتقول في نفسها الوضع اللي هو فيه بيفكرني بجدي قبل ما يموت، انا متاكده مش باقيله كتير. بيقول لها انت بتقولي لنفسك انه مش باقيلي كتير؟ بتنصدم وتحط وشها في الارض. بيقول لها انت فعلا مختلفه، انت جيتي منين؟ بعد اللي حصل لسيدة البلاط دورت على اصدقائك او عن اقارب ليكي في كل قريتك، سالت كل جذور عائله وو، في النهايه استنتجت انك شخص تاني. انت مين؟ بتنصدم وتقول له انا. بعدها الامير الرابع والاميره يون بيكونوا لسه قاعدين. بيقول لها انا شخص مش مناسب ليك. بتقول له انا عارفه، علشان كده حافظت على وجود مسافه ما بيننا، مع ذلك كان فيه شيء انا مش عارفاه، انا في النهايه بنت ومن زمان بحبك، يا ريت ابقى معاك. بعدها الملك بيكون لسه بيتكلم مع هسو. بيقول لها انت عارفه ان ابني الامير الرابع ولد مع النجمه علشان يكون الملك، انت بتعرفي ايه اللي هيحصل في المستقبل وبالرغم من كده مش بتتدخلي. بتقول له ممكن تبعدني عن هنا، انا ما اعتقدش ان هقدر اعيش هنا اكتر من كده. بيقول لها اتجاهلي اي شيء ما تقدريش تسيطري عليه، ولو مش قادره تسكتي على الحاجات اللي بتحصل هنا هتكوني في نفس الموقف بغض النظر عن المكان. ولي العهد والامير الرابع مقدر ليهم يبقوا ملوك، محدش يعرف ايه اللي بيحصل في القصر، هتشوفي كل شيء، ما تتعلقيش بالمستقبل علشان ما تخسريش اللي انت فيه دلوقتي. سيون بتقول انك بنتها، لذلك انت بنت، علشان كده بنصحك. بعدها الامير الاكبر بيقابل واحد من مستشاري القصر وبيقول له البنت جاهزه. بيقول له جاهزه؟ هي بتكره الملك جدا. بيقول له انسب فرصه لقتل الملك وقت الاحتفال. وهنا بيبدا الحفل، وفي الوقت نفسه الامير الرابع بيروح لهسو بيقول لها يلا بينا نتجوز. بتقول له ايه؟ بيقول لها لو اتجوزنا هتقدري تمشي من القصر. بتقول له ما اقدرش اعمل كده. بيقول لها لو انت مش بتحبيني نتطلق بعد ما تخرجي من القصر، انا هعمل كده علشانك. بتقول له عندك شغل كتير في الحفله النهارده، مش محتاج انك تسيب القصر وتمشي بسبب. والملك بيفكر في اموره وقلقان عليه. بيقول لها هو على طول بيختبر اولاده، هو ملك قبل ما يكون اب. بتقول له كنت هتعمل ايه لو بقيت الملك؟ برضه هتمشي؟ بيقول لها لو كنت الملك هتسيبيني؟ في الوقت ده بيكون الامير الثامن سامعهم. الامير الرابع بيقول لها انا عايز اعيش معاكي في سلام بدون ما اي شيء يقف في طريقنا، ولو ده ما حصلش لا انا عايز ابقى الملك ولا يفرق معايا اي شيء. بيديها الدبوس ويقول لها تعالي معايا انت ملكي، لكن بترجع له الدبوس وتقول له انا ما اقدرش اتجوز علشان امشي من القصر. بتيجي تمشي بتلاقي الامير الثامن في وشها وبتسيبهم وتمشي. الامير الرابع بينادي عليها
عليها ويمشي وراها. لكن الامير الثامن بيوقفه، بيقول له امير يتجوز خدامة؟ ما تلعبش مع هسه. بيقول له انا لو قلت اني هتجوزها هنفذ، وبيشيل ايده وبيسيبه ويمشي. بيقول له هسه بقت في الخطر بسببك، وتورطت ما بينك وما بين امك في المشاكل، كل المشاكل اللي حصلت ليها بسببك، ودلوقتي عايز تتجوزها. بيقول له انا اديتك دليل براءتها ولكن ما عملتش اي شيء، انت مالكش اي لازمة. الامير الثامن بيمسك فيه وهو كمان بيمسكه. في الوقت نفسه بيكون الحفل مستمر، وهي حبيبة الامير ال14 بترقص في الحفلة. الامير الاكبر بيديها الاشارة لقتل الملك، والامير ال14 بيبص عليها بيلاقي سيفها ناحية الملك، بتجري ناحية الملك، لكن حبيبها ال14 هو اللي بياخد السيف في بطنه. بيبص عليها وهو في قمة الذهول ومش مصدق ان موته هيكون على ايد حبيبته بعد طعن ووهي للامير بيك وسقوط الملك على الارض. معظم حضور الحفل ما اخدوش بالهم من الامير بيك، الكل جري على الملك والامير الاكبر بينصدم. الامير وانج بيقول لاخوه الامير الاكبر هنعمل ايه دلوقتي؟ الامير الاكبر بيقول له اجمع اخونا الامير الثامن دلوقتي حالا. الامير بيك بيقول لحبيبته امشي بسرعه، وفعلا بترمي السيف وهي مش مصدقه اللي حصل، وبتجري من الحفله وكل الناس مشغوله مع الملك. بعدها الملك بيكون على سريره والجنرال بارك والعراف بيكونوا موجودين معاه. الملك بيقول له معقوله انا هموت بالشكل ده؟ الجنرال بارك بيقول له تموت ايه؟ ما تقولش كده، الضعف مش من طبعك. الملك بيقول الوقت قصير ومر بسرعه، انا كنت عايش علشان ايه؟ العراف بيقول له انت اسست دوله يا مولاي. بيقول له دوله؟ يا ترى جوريو هتعيش للابد؟ هل قراري كان صح لما عينت الامير مو ولي للعهد؟ الجنرال بارك بيقول له انت اخذت القرار الصح يا مولاي، ولي العهد هيرفع من شأن العرش. الملك بيقول له الظاهر انه لي اصدقاء كويسين، قتال انتهى دلوقتي، جه دورك اهتم بولي العهد والامير الرابع كمان. الجنرال بارك بينهار ويبكي. بعدها الامير وانج والامير الاكبر والامير الثامن بيكونوا ماشيين في ساحه القصر. الامير الاكبر بيقول لهم اللحظه اللي يموت فيها الملك لازم ننفذ وصيته وننتصر على اعدائنا. الامير جونج بيجي جري عليهم ويقول لهم الملك عامل ايه؟ الامير الثامن بيقول لهم تمام، وفجاه بيلاقوا حرس القصر انتشروا في كل مكان وحوطوا باب القصر، وبيلاقوا الجنرال بارك جاي عليهم. الامير جونج بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لهم انتوا لازم ترجعوا من هنا، الملك هيقول وصيته قريب. الامير الاكبر بيقول له احنا مش هنرجع، لو كان الملك بيعاني من مرض لازم نحمي وصيته علشان محدش يغيرها. الجنرال بارك بيضحك ويقول له انت مش عايز حد يغيرها؟ لو مش عايزين يشتبهوا فيكوا امشوا حالا. الامير جونج بيقول انا مش شايف الامير الرابع. جنرال بارك بيقول لهم اللي هيدخل على الملك بدون اذن هيتم اعدامه بتهمة الخيانة، الافضل انكم تمشوا دلوقتي. وفعلا الكل بيمشي. في الوقت ده بتكون هسو عند الملك بتقول له انت كويس؟ بيقول لها انا هموت قريب، هاتيلي ولي العهد لازم يجي قبل فوات الاوان. بتقول له انت عايزني انا اعمل كده؟ انا هشوف حد يجيبهولك. بيقول لها لا انت بنفسك اللي تجيبيه، مفيش حد في القصر لازم يعرف اني مت قبل ما يجي ولي العهد. بمجرد ما تخرجي من الغرفة هتلاقي واحد يقرب منك ويسألك عن حالي، الشخص اللي هيسألك عن حالتي قولي له اني طلبت المزيد من الشاي، ولازم تكوني واخدة بالك من اللي هيسألك عن حالتي او موتي، ده طمعان في العرش، ما تثقيش في حد، مصير جوريو بين ايديكي، يمكن انت موجودة هنا علشان كده. وفعلا هسو بتخرج لتنفيذ امر الملك. في الوقت ده بيكون الامير الرابع خارج على حصانه، وفجأة بيلاقي جنود واقفين على الطريق، بيقول لهم انتوا عايزين تموتوا؟ بتظهر الاميرة يون على حصانها وبتقول له مفيش حد يقدر يخرج من سونجاك. بيقول لها انا واثق انها اوامر اخوك الامير الثامن، كان شك صحيح، امبارح شفت اخوك كان لابس درعه، شفته بعيني تحت هدومه، سألت نفسي يا ترى ليه لابسه جوه القصر، هو كان بيخطط لقتل الملك ولا ايه؟ في الوقت نفسه هسو بتكون في طريقها لولي العهد وبيقابلها الامير الثامن. بيقول لها انت رايحه فين؟ بتقول له الملك عايز شاي زياده ورايحه على قصر داميون. بيقول لها ايه اخبار زواجك من الامير الرابع؟ انا ما كنتش اعرف بالعلاقه اللي بينك وبينه، انا اتفاجئت. بتقول له انت فاهم غلط، الامير الرابع كان على كل حال الملك كلفني بمهمه، هنتكلم بعد ما خلص. بيقول لها الملك مات. بتبص عليه وتنصدم. بيقول لها انا قلقان عليه، الملك مات. هنا هسه بتفتكر كلام الملك عن الشخص اللي هيسالها عن حالته او وفاته، انه شخص طمعان في العرش. بتقول له سمو الامير انت عايز تبقى الملك؟ في الوقت نفسه بيكون لسه الامير الرابع والاميره يوم بيتكلموا. بتقول له اللي حصل امبارح مش مهم، الملك مات، دلوقتي السؤال مين هيكون الملك؟ بيقول لها ولي العهد هو اللي هيكون الملك. بتقول له انت عايز تبقى الملك؟ في الوقت ده هسه بتقول للامير الثامن هتبقى الملك. كمان الاميره يون والامير الرابع بيكونوا لسه بيتكلموا. بيقول لها اني اكون الملك امر مش سهل علشان عايز اكون الملك. بتقول له هتكون الملك لو ساعدتك، مش بيرد عليها. الامير الثامن بيقول لهسه لما خسرتك ما قدرتش اعمل اي حاجه لحمايه الانسانه اللي بحبها، لان قوتي كانت محدوده في الوقت ده، حسيت اني لازم اكون اقوى. في الوقت نفسه الامير الرابع بيقول ليون ايه اللي يقدر يعمله الشخص لو بقى ملك؟ بتقول له العالم كله هيبقى بين ايديه
ايديك تقدر تملك اي شيء. بيقول لها ممكن اقدر املك قلب واحد؟ لو بقيت الملك قلبها هيبقى ملكي؟ الامير الثامن بيقول لها هسو انت سألتيني لو هبقى الملك، انا هبقى الملك. الامير الرابع بيقول للاميرة يون لو كنت هملك قلبها يبقى لازم ابقى الملك. الاميرة يون بتفكر توصل الامير الرابع للعرش لانها بتحبه. الامير الثامن عايز يوصل للعرش علشان يزود قوته، وانا عايز اوصل سريري وانام يا شكيكي. بعدها الملكة يو وام الامير الثامن بيدخلوا على الملك. الملكة بتقول له انت صاحي، لكن الملك بيكون مع حب عمره سيونة في العالم الاخر، بينادي عليها وبعدها بيموت. ام الامير الثامن بتقول مات. الملكة بتقول لا مش ممكن يسيبني. تقول له افتح عينيك، مش ممكن تسيبني لوحدي، ارجع. بعدها الامير الثامن بيقول له هسو هكون الملك وبكره ههجم على القصر مع اخويا الامير الاكبر. بتقول له لا مستحيل، ما تعملش كده، دي خيانة. بيقول لها هسو ولي العهد مش هيقدر يرجع، وما تقوليش لحد عن اي شيء قلته، لاخر مرة بسألك الملك مات. بتقول له الملك طلب مني اجيب له شاي. بتسيبه وتمشي. بيقول لها ولي العهد مش هتقدري تجيبيه لوحدك. بتكمل طريقها وتمشي. بعدها الاميرة يون بتقول للامير الرابع انت عايز تبقى الملك علشان تفوز بقلب واحدة؟ العرش مش لعبة. بيقول لها بالنسبة لي هو كده، افتحي الطريق والا اتهمتك بالخيانة. بتقول له انا بمنع الناس من الخروج علشان امنع الخيانة اثناء مرض الملك، ما اقدرش افتح طريق لاي حد لاني ما اعرفش هيرجع ويجيب مين معاه، ارجع لو سمحت. بعدها الامير بيك بيكون مع حبيبته واوهي وبتقول له انت افسدت كل شيء، لولاك لكنت قتلت الملك. بيقول لها انت فتاة مخيفة، ليه عملت كده؟ اي حقد دفين خلاك تعملي كده؟ بتقول له ابوك قتل عيلتي كلها وانا الوحيدة اللي نجيت من الموت. بيقول لها علشان كده الجروح اللي في ايدك دي كلها بسبب ابويا؟ انا اسف وبعتذر بالنيابة عنه. في الوقت ده دموعها بتنزل وبيقول لها انا اسف. بياخدها في حضنه، انا اسف لان ده ابويا. بعدها الامير الاكبر بيقول دلوقتي اكيد الملك مات او قرب يموت. الامير وانج بيقول له يعني ولي العهد هيبقى الملك. بعدها الامير ال14 بيدخل عليهم. الامير وانج بيقول له كويس انك جيت، الملك مات ولا لسه؟ بيقول له بطل هبل، اكيد عنده طاقة اكبر دلوقتي بعد ما شرب الشاي من قصر داميون. بيقول له انت متاكد؟ طيب ليه حاجزين الملكتين؟ بيقول له هم لسه ما رجعوش. الامير الاكبر بيقول له هم حاجزينهم علشان الاخبار ما تتسربش. بيقول له انا راجع هناك. بيقول له انا سمعت ان استعاد صحته من الشاي اللي قدمته ليه هسه امبارح والنهارده. الامير الاكبر بيغضب ويقوم من مكانه. البنت دي هي اللي عارفه حاله الملك، لازم نوقفها قبل ما توصل لولي العهد، لازم نلاقيها حالا. في الوقت ده هسه بتكون في طريقها لولي العهد وبتلاقي الامير وانجي بيسال عنها الحرس. بتستخبى منه. الحرس بيقولوا له ما نعرفهاش. واثناء ما هي مستخبيه الامير الرابع بيجي ويشدها. بتقول له الملك مات. الامير الرابع بينصدم. بيقول لها ايه؟ بتقول له لازم ناخد ولي العهد عنده من غير ما حد يشوفنا. الامير الاكبر هيهجم على العرش بكره، لازم نجيب ولي العهد ونوقف الامير الاكبر. بيقول لها انت ازاي عرفتي كل ده؟ بتقول له مش مهم. بيقول لها ولي العهد مش موجود وكل الطرق مقفوله، لازم نشوف طريقه تانية. بتقول له انا عارفه واحد ممكن يساعدنا نوصل لولي العهد. وفعلا بيروحوا لواوهي وبيكون معاها الامير بيك. هسو بتقول لها واوهي احنا محتاجين مساعدتك علشان نجيب ولي العهد من منطقه. مش بتصدق وبتفقد توازنها. الامير الرابع بيقول لاخوه ان الامير الاكبر هيهجم على القصر ويستولى على العرش، انا هحاول اوقفهم لحد ما ترجعوا ومعاكم ولي العهد. بعدها هسو بتكون واقفه قدام العرش وبيدخل عليها الامير الرابع. بيقول لها ايه حابه تقعدي على العرش؟ بتقول له لا مش عايزه. بيقول لها الكل بيخاطر بحياته علشان الكرسي ده، انت مش عايزه؟ بتقول له الملك اتخلى عن سيده البلاط علشان يحمي العرش ده، وانت هتحارب اخواتك، كرسي مخيف، حتى لو حاربت بكره مش هتأذيهم صح؟ بيقول لها انت قلقانه على الامير الثامن لانه قريبك، طيب ليه جيتيلي؟ كان ممكن ما تتكلميش. بتقول له علشان مصلحتي، وكمان هو حس انه ضعيف لانه ما قدرش يساعدني، قال لي انه عايز يكون عنده قوه اكبر. بيقول لها فهمت، ويومها حسيت نفس الاحساس. بتقول له الملك نصحني اني اعيش حياتي بشكل عقلاني ومنطقي، علشان كده انا واقفه جنب ولي العهد، ولكن لو الامير الثامن اتعرض للاذى مش هسامح نفسي. بيقول لها طيب على كل حال انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره، لكن هحاول، انا كمان مش عايزه يموت، يمكن انا كمان اموت، مش قلقانه عليا؟ بتقول له هتكون بخير. بيبص على العرش، كل الاشخاص اللي فاكرين انهم مش هيموتوا هيجي اليوم اللي يموتوا فيه، رغم كده حاسس ان عمري ما هموت بعد الكلام اللي قلتيه عني. بتبص عليه وبتقول في نفسها على الاقل بكره لو كان التاريخ صحيح. بعدها الامير الرابع بيروح يلقي نظرة الوداع على ابوه الملك والدموع بتنزل من عينيه، وبيقول للعراف بلغ الجنرال بارك يجهز الجيش علشان الامير الاكبر والامير الثامن هيهجموا على القصر بكره ويستولوا على العرش، والملك عايز ولي العهد يكون الملك وهيكون الملك. الملكة يو وام الامير الثامن بينصدموا ويموتوا من الخوف
خوف على اولادهم. العراف بيقول له هبلغ الجنرال باركا حالا. تاني يوم بيروح الامير الاكبر والامين الثامن ومعاهم جنود عند باب اقامة الملك. الامير الاكبر بيقول الوضع هادئ جدا وكأنهم مستعدين لينا. بيقول له معظم الجيش خرج مع ولي العهد والعدد الموجود مش كتير. بيقول له حتى لو حبوا يرجعوا محتاجين يوم بالكامل. الامير الثامن بيقول له ليه طلب. بيقول له قول. بيقول له لو الامير الرابع حاول يوقفنا اتاكد انك قتلته. بيقول له مفيش داعي تطلب مني ده لاني هنفذه. بيتحركوا معاهم الجنود. الجنرال بارك بيقول له انت ازاي تتجرأ وتجيب جنود مكان اقامة الملك؟ دي خيانة. الامير الاكبر بيقول له امي ليها يوم محجوزة. ليه؟ بيقول له الملك محتاج للراحة. بيقول له انت فاكر اني هصدقك؟ خلي امي تخرج حالا. وهنا بيبتدي القتال ما بين الامير الرابع والامير الثامن. وفجأة بيوصل ولي العهد ومعاه باقي الجيش. في الوقت ده الامير الثامن بيحط السيف على رقبة الامير الاكبر. الامير الاكبر بيبص له بيقول له خنتني دلوقتي. وفي الوقت ده بيقول له انا وانت مختلفين وطريقنا مش واحد، علشان كده ما تقدرش تسميها خيانة. ولي العهد بيقول له الامير الثامن قال لي عن خطتك وكنت في الطريق لما وصلتني رسالته. اثبتت ولائك يا امير ووك. بيقول له ده شرف ليا. الامير الاكبر بيقول للامير الثامن يعني ده كان فخ علشان تمسكوني. وبيتم القبض على الامير الاكبر. في الوقت ده بيخرج عليهم العراف ويقول لهم انه الملك مات وان ولي العهد هو الملك من بعده. الكل بينزل على الارض ويحيي الملك الجديد. عاش الملك عاش الملك. بعدها الامير الاكبر بيهرب من الحرس والجنود بيجروا وراه. الامير الرابع واخوه الامير الثامن كمان بيكونوا مع الجنود ولكنه بيبدا يقتل في الجنود. الامير الرابع بيدخل عليه وبيخلص عليه ويقع من على الجبل. الملكه بتنهار وتصرخ والامير الرابع بيكون في قمه الحزن لانه قتل اخوه. بتيجي هسه للامير الرابع بتقول له ليه طلبت تشوفني؟ بيبص عليها والدموع في عينيه. بيقول لها مش عارف هتسامحيني ولا لا، انا طعنت اخويا الامير الاكبر. وهو في قمه الحزن ودموع بتنزل من عينه. بتاخده في حضنها وبيبكي زي الطفل ما بين ايديها. بعد تولي ولي العهد العرش وبقى الملك ابتدى مرضه يزيد. واجتمع الامير الثامن بالوزراء ومعهم الامير الرابع وبلغهم ان حالته حرجه. بعدها الملك بيكون بياخد حمامه وباين عليه شده المرض. وبيقول لهسو والخدم انه مش عارف يركز وحاسس ان ذاكرته في فوضى. هسو بتقول له الدكتور قال انك محتاج تنام وترتاح وانا هعمل لك الشاي هيساعدك على النوم. بعدها الامير الثامن بيروح للملك وبيلاقيه بيعاني من مرضه وجسمه بيرتعش. الملك بيقول له انا حالتي بقت صعبه قوي ومش قادر انام. بيقول له جلالتك الوقت جه انك تتنازل لي عن العرش. الملك بينصدم ويقول له ايه؟ بيقول له انت مريض ومش هتقدر تتحمل، اتنازل وانا هعيشك طول حياتك مرتاح. مش بيرد عليه ولكن بيكون مصدوم من كلام الامير الثامن. تاني يوم بيكون الملك قدام القصر وبنته الصغيره بتكون مع العراف. والامير الرابع والثامن والحاشيه بيكونوا موجودين قدام القصر وبيكون مش قادر يوقف من الالم وجسمه كله بيرتعش وبيهرش في جسمه زي الجربان. بنته بتبص عليه وهي ماشيه مع العراف. بيقول لها امشي علشان تنجب حياتك. بتقول له ابويا انا مش عايزه امشي. بيجري عليها ويقول لها غبيه لازم تمشي. بعدها الامير الثامن بيروح للملك وبيطلع ورقه ويقول له جلالتك انا بقدم طلب بطرد الامير الرابع بره القصر. بيقول له وقف، انا الهدف من اللي بتقوله ده. بيقول له انا عايز اخفف عنك مش اكتر وده بدافع الولاء، انت زعلت؟ بيقول له لا. الامير الرابع بيدخل عليهم بيقول له تحياتي جلالتك. الملك بيقول الامير الرابع هيتجوز اخت. الامير الثامن بيبص على الملك ايه؟ الامير الرابع بيقول له تم تحديد يوم الزفاف وبيديله الظرف اللي فيه التاريخ. الملك بيقول للامير الثامن انا اخدت بنصيحتك بس هتنازل عن العرش للامير الرابع، انت موافق؟ بيقول له اكيد مولاي. بعدها الامير ال14 بيكون رايح لامه. اول ما بيدخل عليها بيلاقي اخوه الامير الاكبر لسه عايش وقاعد مع امه. بينصدم بيقول ايه اللي بيحصل ده؟ الملكه بتقوم وتقول له انا كنت هقول لك تعالى، دي اراده السماء ان اخوك يعيش. الامير ال14 بيصرخ ويقول له انت ليه اتظاهرت المده دي كلها انك ميت؟ بيقول له انا ظهرت اني خاين وما كانش ينفع ارجع لوحدي. بيقول له انا هستسمح الملك علشان يعفو عنك، هو قلبه طيب. الامير الاكبر بيضحك ويقول له هترجعني لمنصبي؟ انا واحد كنت عايز العرش، يعني اول ما هيشوفني هيقتلني. اكيد سمعت ان الامير الرابع هيتجوز بنت الملك. الملكه بتقول له يعني الملك هيتنازل عن العرش للامير الرابع. الامير ال14 بيقول انا معترض انه يكون الملك بس انا مش هساعدك انك تتمرد على الملك. الامير الاكبر بيقول له انا هقعد على العرش. بعدها الامير الاكبر بيروح للامير الثامن. الامير الثامن بينصدم انه لسه عايش. الامير الاكبر بيقول له بس حلوه. بيقول له هي ايه دي؟ بيقول له انت بتحط الزئبق في الحمام بتاع الملك علشان يمرض ويموت، فكره ذكيه. بيقول له شكلك عندك كلام كتير. بيقول له بكره تبعد عن القصر لاني هقتل الملك. وفعلا بيروح الامير الاكبر مع جيشه وبيدخلوا مكان اقامه الملك. بيلاقي الملك الدم طالع من بقه بيرميه في الميه. بيجي الامير الرابع والعراف. العراف بينزل يشيل الملك من الميه وهو
وهو في قمة الحزن. بيقول له مو قوم قوم، ودموعه بتنزل. هسه دموعها بتنزل من الحزن عليه كمان. والامير الرابع بيبتدي يقتل في حرس اخوه الامير الاكبر. الامير الاكبر بيقول لجيشه وقفوا. الامير الاكبر بيقول للامير الرابع هسه سممت الملك تحط الزئبق في الحمام وهي الوحيدة اللي بتحضره. هسه بتقول انا ما اعرفش حاجة عنه. الامير الاكبر بيقول له عندك خيارين، يا اما تكمل في وفائك للملك الميت وتموت انت وهسه، يا اما تقبلني وتنقذها. الامير الرابع بيقول له عاش الملك الجديد وهو في قمة الغضب. بعدها الامير الاكبر بيخلص على الوزراء وحاشية الملك وبيدخل المكان اللي موجود فيه العرش، وبيكون معاه عم والامير الثامن اللي ساعده في سم الملك. بيركع له وبيديله التحية ويقول له عاش الملك. بعدها الامير الاكبر بيقعد على العرش. بعدها الامير الثامن بيكون مع الامير الرابع بيقول له انا ما سممتش الملك. بعدها هسه بتكون عند الملك وبتقدم له الشاي. بيقول لها ليه حطيت الزئبق في حمام الملك؟ بتقول له ما حصلش. بيقول لها حتى لو عذبتك هتنكري؟ بتقول له لا، بس هقول انك انت اللي امرتني اعمل كده لانك عايز توصل للعرش. بيقول لها ما تخافيش مش هموتك، لان اخواتي كلهم بيحبوكي وانت طعم علشان ينفذوا اللي انا عايزه. ارجوك قول لي مين حط الزئبق للملك؟ بيقول لها ما اعرفش. بتقول له قول لي، لان حتى لو عرفت مش هقدر افتح بقي بكلمه. في الوقت ده الحاجب بينادي جلالة الملك الامير الثامن طالب انه يشوفك. بيقول لها مش معقول جه برجليه قبل ما اقول لك. بتنصدم وتبص عليه هو وداخل. الامير الثامن بيقول له تحياتي جلالتك. بيقول له كويس انك جيت، عايز اسالك مين اللي حط الزئبق للملك؟ بيقول له الملك مات نتيجه مرضه. بيضحك ويقول له صحيح. بعدها الامير الاصغر بيحاول يهرب هو ومراته لان الملك امر بقتلهم. الحرس بيحوطوهم وبيفضلوا يدافعوا عن نفسهم ضد الحرس والملك بيكون واقف. بتفضل مرات الامير العاشر تدافع لحد ما واحد من الجنود بيجرحها. الامير بيمسكها وبتقول له اهرب. بيقول لها انا اللي هدافع عنك. بينادي على الملك سيبنا نمشي ومش هتشوفنا في جوريو تاني. في الوقت ده الجندي بيكون هيقتله، مراته بترميه بعيد وهي بتاخد الضربه، بتترمي على الارض وهو بيجري عليها وبيقول لها حبيبتي ولا يهمك هروح معاك. في الوقت ده الملك بياخد سهم من الجندي وبيضربه عليه، بيجي في دراعه، بياخد السهم التاني لكن الامير الرابع بيوصل وبيفضل يقتل في الجنود. الملك بيقول له ابعد. بيقول له انت اتمديت للدرجه دي؟ بيقول له لازم انضف القصر من الخونه. الجندي بيهجم، الامير الرابع بيتحرك علشان يموته. الملك بيرمي السهم التاني وبيقتل الامير العاشر وبعدها بيفارق الحياه. الامير الرابع بيصرخ والملك بيمشي. بعد سنين من حكم الملك لجوريو اصبحت المملكه على وشك مجاعه. بعدها العراف بيروح للامير الرابع وهسه ويقول لهم ان الملك بقى مريض للغايه وضعيف جدا، وابتدى يهلوس ويشوف كل اللي قتلهم ويفضل يصرخ من الخوف طول الليل. بعدها الملك بيشوف ابوه بيناديله وقلبه بيقف من الخوف ويقع على الارض. تاني يوم بيجي الامير الثامن والحاشيه بيلاقوه مرمي على الارض، بيجروا عليه. الامير الثامن بيقول نادوا الطبيب. بعدها العراف بيقول للامير الرابع الفرصه الان انك تنقذ البلاد وتبقى الملك والجيش جاهز. بعدها هسه بتكون مع الامير الرابع بتقول له انت عايز تبقى الملك؟ بيقول لها احنا اتفقنا اننا مش هنكذب على بعض، انا هبقى الملك، على الاقل محدش هيتحكم فيا وهوقف اللي بيحصل ده واحمي البلاد والناس اللي بحبهم. بعدها وهي حبيبه الامير بيك بتروح للملك، بيقول لها يا ترى لو الامير بيك عرف انك كلبت يا ترى هيعمل ايه، خصوصا انه بيكره الخيانه. بعدها هسه بتروح تقدم الشاي للملك وايديها بترتعش، بيرمي الفنجان من ايديها. بيقول لها انت مخبيه ايه عني؟ انت سممت الشاي؟ بتقول له لا يا مولاي. بيقول لها حالتي اللي انا فيها بسببك، كل اللي قتلتهم بيزعجوني ومش بيخلوني انام، قتلت اخواتي علشان ابقى الملك، كل ده علشان خفيت الجرح اللي في وش الامير الرابع واخد مكاني. بيسمع اصوات بره القصر، الملكه بتدخل عليه بتقول له الامير الرابع جه على القصر وعمل ثوره ضده. بتمسك ايديه بيقول لها ايه؟ بتقول له مش لازم نخسر العرش، اكتب انه جنج هو الملك. بيبص عليها وهو مصدوم، بيقول لها وانا؟ بتبص عليه، بيشيل ايديها وبيقول لها يعني انا ابنك علشان الملك، لكن بدون العرش انا ولا شيء بالنسبه ليك. بتقول له هنخسر كل حاجه. بيقول لها انا دلوقتي بس حسيت بالامير الرابع وظلمك ليه، خدوا الملكه بره من هنا. وهنا بيجي الامير الرابع والامير بيك والجنرال بارك ومعاهم الجيش. الجنرال بارك بيقول اكتر مكان كنت بحميه دلوقتي جاي اهجم عليه. الامير الرابع بيخرج سيفه ويدي اشاره الهجوم، وفجاه بينفتح باب القصر وبتخرج منه الاميره يون. في الوقت ده الملك بيكون جوه مع هسو، بيقول لها ده كله بسببك، يلا اختاري لمين يكون العرش. بيديها ورقه مكتوب فيها الملك الجديد لكن مش بتاخدها منه. بعدها بيقع ويموت. بيدخل عليه الامير الرابع بيلاقيه مرمي على الارض والورقه في ايده. بيقول لها هسو قريتيها؟ بتقول له لا. بيمسك الورقه ويقطعها. بعدها الملكه بتدخل عليهم والعراف والحرس. هسو بتركع وبتقول عاش الملك الجديد. الملكه بتقول تقصدي ايه؟ بيقول لها الملك قال ان الوريث من بعده يعني انا الملك.
الملك. الكل بيركع على الارض ويقول عاش الملك. وهنا بيتم تنصيب الامير الرابع ملكا على مملكة جوريو. بعدها الجنرال بارك بيروح للملك سو بيقول له اسمح لي بالرحيل. بيقول له لا ما تمشيش. بيقول له لمصلحة المملكة لازم امشي. كن ملك حكيم. خادمك بارك بيهديك سلامه الاخير. ودموعه بتنزل وهو في قمة الحزن. بعدها الامير الثامن بيروح للملك سو بيقول له لو كنت عايز تقعد لفترة طويلة على العرش لازم تقرب من العائلات القوية. بيقول له انا هتجوز. بيقول له تقصد هسو؟ بيقول له لو انا قلت هتجوزها يبقى هتجوزها. بيقول له ما ينفعش، انت نسيت انها جرحت نفسها علشان تتخلص من زواج ابوك قبل كده. واحدة عندها جرح على جسمها ما ينفعش تكون زوجة الملك. الملك سو بيبص عليه ومش بيرد. بعدها الملكة ام الامير الثامن بتروح للملك بتقول له ابوك بنى المملكة دي ولازم نحافظ عليها، وعلشان تقدر تعمل كده لازم يكون عندك قوة. اتجوز بنتي الأميرة يون. بعدها هسو بتكون مع الملك سو بيقول لها نتجوز ونعيش مع بعض. بتبص عليه وعينيها مليانة بالدم. بتقول له ما اقدرش. بيقول لها انا مش هتخلى عنك علشان الجرح اللي في جسمي. مفيش حد يقدر يجبرني. بتقول له وانا هفضل معاك بس مش هنتجوز، لاني لو بقيت الملكة هتأيد بقوانين القصر. مش هقدر اشوفك وقت ما انا عايزة ولازم اتبع قواعد البلاط وده ما يناسبنيش وانت عارف كده. بتحط ايديها على وشه وتقول له انا هكون بخير. بيمسك ايديها ويقول لها حتى لو ما اتجوزنا مش هسيبك تبعدي عني. بيحضنها ويقول لها انت الملكة الوحيدة ودموعه بتنزل. بعدها بيتم الاحتفال بزفاف الملك سو على الأميرة يون. بتموت الملكة يو والملك سو بيكون في قمة الحزن رغم كرهها ليه. وهنا الملك سو بيعلن عن تحرير كل العبيد ورفع الضرائب، عدم التفرقة في المعاملة بين الناس. بعدها هسو بتقرر تترك الملك وبيكون في قمة الحزن والدموع نازلة من عينيه. بعدها الأمير ال14 بيتجوز هسو وأخيرا رسيت على واحد يلمها الحمد لله. بعدها بيجي الطبيب بيكشف على هسو بيقول لها انت حامل وده في خطر عليكي لان عندك مشاكل في القلب. بتقول له انا هكون بخير. هسو بتفكر في حبها وابو طفلها الملك سو اللي هو الامير الرابع وهي بتدبل كل يوم عن اللي قبله. وهنا هسو حب عمر الملك بتموت بعد ما تولد طفلها والملك بينهار على حب عمره. بعدها هيسو بتقوم بتلاقي نفسها على سريرها وبترجع لعالمها الحقيقي مرة تانية وبتروح شغلها وتشوف لوحة تاريخية وعليها صورة الأمير الرابع وبتقول له وحشتني ودموعها بتنزل. وما أدراك الدموع لما تنزل على فراق حب. وهنا نوصل لنهاية المسلسل أحباء القمر. وأحب أقول في النهاية ليس أمامنا سوى الصبر الجميل حتى ينطوي ظهر الفراق ويتصل حبل اللقاء. تحيات وائل المختار.